ده ملك الشياطين كريتوس كان قاعد مع نفسه كده وعمال بيقول ان هو مش بينتمي للعالم ده، وان للاسف هو انتقل هنا بالصدفه عن طريق خطا هو السبب فيه تقريبا. وفي حين ما كان عمال بيفكر في الغلطه بتاعته انه كان المفروض دلوقتي معاه قوه جباره بتخليه يسيطر على العالم كله، بيجي القائد المساعد بتاعه زيفيريوس اللي من المستوى 15 وبيقول لكريتوس ان جيش الشياطين بتاعه بيستعد لغزو عالم البشر. حتى جنرالات الشياطين الاربعه بيجهزوا نفسهم هم كمان، والجنرالات الاربعه دول بيكونوا اشورت مصاص الدماء الشيطاني اللي من المستوى 534، فارسه الجليد سيرجي اللي بتكون من المستوى 531، وسيد الضباب والظلام هارتوك اللي من المستوى 555، واخيرا العملاق الحجري بال اللي من المستوى 539. كل جيش الشياطين دلوقتي واقفين كلهم قدام كريتوس ومستنيين يسمعوا الخطاب بتاعه قبل ما يغزو عالم البشر. هنا كريتوس بيبدا يستعد للكلمه بتاعته وبيقول لهم كلهم يوطوا صوتهم، فمن كتر ما هو كان مرعب بيسكت كل الشياطين اللي في المكان، حتى الجنرالات بتوعه كمان بيسكتوا علشان يسمعوا الخطاب بتاعه، في حين ما كلهم كانوا مستنيين الخطاب بتاعه والكل متحمس. الا وفجاه بيلاقوا ان كريتوس بيقول لهم ان احنا ما احناش هنحارب، احنا هنزرع من اليوم ورايح، ومن النهارده هنكون مزارعين. بعد الكلمه اللي هو قالها دي يا معلم حصل صمت تام في المكان، وكل الجنرالات مصدومين من اللي هو قاله. وفجاه الجنرالات الاربعه كلهم بيتعصبوا منه وبيقولوا له انت بتقول ايه؟ يعني ايه حضرتك دي النتيجه النهائيه؟ طبعا كريتوس لما بيشوف رده فعلهم المرعبه ديت كان مرعوب جدا، لكن الرعب بتاعه ده كان قالب على وشه بطريقه مخيفه، وده خلى الجنرالات الاربعه يعتقدوا ان هو متعصب وغاضب منهم لانه بالغلط عمال بيطلع حاله مرعبه ومخيفه منه. وبنبدا نفهم بعد كده ان كريتوس بالاساس كان مجرد طالب عادي جدا في كليه الزراعه، وكان من اكفأ الطلاب واشطرهم والاول على دفعته، وكان اسمه جانج تشول. المهم جانج تشول بيفهمنا ان من سلبيات انك انت تكون شاطر في كل حاجه والكل عارف انك انت شاطر في كل حاجه هو انك هتلاقي بعد كده المعيدين والدكاتره في الكليه عمالين بيقولوا لك ده انت فاجر قوي، ما تاخد تعمل لي البحث ده يا ابني، او مثلا اللي يقول لك ده انت جامد جدا واشطر واحد في الدفعه، ايه رايك تمسك اداره الدفعه بتاعتك؟ واكتر دكتور كان مستفزه من بين كل الدكاتره دول هو الدكتور اللي كان بيقول له ايه رايك تحرث في الارض، ما انت جامد جدا وبتعرف تحرث. انتهى الحال بالمعلم جانج تشول كده ان هو بقى عبد للدكاتره بتوع الكليه، ما هو مش عارف يرفض لانه لو رفض هيسقطوه في اخر السنه. وطبعا يا عزيزي المشاهد لو انت في كليه انت هتعرف طبعا ان لو الدكتور طلب منك حاجه وانت قلت له لا او رفضت حتى يقلل لك الدرجات وممكن يشيلك السنه كلها. وربنا يحرمنا من الدكاتره ولاد دول. المهم خلينا نسيبنا من الدكاتره دول ربنا يهديهم ونركز مع جانج تشول اللي كان برضو عمال بيلعن في الدكاتره، كان بيفكر يتخلص منهم واحد ورا التاني عن طريق ظروف غامضه حصلت في المختبر. هو يعني حد هيدور ورانا؟ اللي هيسالوا جانج تشان ايه اللي حصل يقول لهم ان الدكاتره حطوا ثاني اكسيد الكربون على ثالث اكسيد الفسيون وفي النهايه المعمل انفجر. بس لا، المعلم ده بيقرر ان هو يستهدى بالله كده ويلعب اللعبه المفضله بتاعته بدل ما يضيع مستقبله بعد كل اللي هو عمله للدكاتره. اللعبه اللي هو كان عمال بيلعبها ديت كان اسمها ارض الدماء، اللي معروفه انها صعبه جدا، لكن المعلم ده كان مهووس فيها، كان مدمن حرفيا ومحترف جدا لدرجه ان هو وصل للمستوى 19 واللي عمر ما في حد جرب المستوى ده، واللي وصلوا للمستوى ده ما قدروش ان هم يخلصوه، ده ما عدا طبعا المعلم جانج تشول اللي هزم ملك الشياطين وخلص المستوى 19. ده بعد طبعا ما فضل سهران لمده 8 ساعات من غير لا اكل ولا شرب ولا نوم وادمان تام، ونسى ان هو اصلا عليه دوام. لكن رغم كده المعلم ده لما بيخلص المستوى 19 بيتحمس، بيقول ان هو لازم يرفع مستوى قوته ويزود في احصائياته علشان يبدا في المستوى 20 اللي عمر ما في بني ادم وصلوا في لعبه ارض الدماء. كانه بينصدم بعد كده ان هو ما عادش قادر يرفع مستوى قوه الشخصيه بتاعته في اللعبه، لان المستوى الماكس في اللعبه هو 9990. فهنا بتظهر الشاشه بتاعت اللعبه وبتساله لو كان هيلعب المستوى 20 ولا لا. فطبعا المهووس ده بيقول ان هو اكيد هيلعب المستوى 20. اول لما بيوافق في اللعبه الشاشه بتاعته بتبدا تنور وبيحس ان هو بيتسحب، بالفعل كان بيتسحب لان روحه كانت بتطلع من جسمه وبتدخل جوه شاشه البلاي ستيشن. وبكده المعلم ده دخل لعبه ارض الدماء وهو مش فاهم اي حاجه ومش فاهم ايه اللي بيحصل، لكنه طبعا كان هادي جدا زياده عن اللزوم وكان عقلاني، كان عمال بيقول في نفسه ان هو لازم يفكر، ولما بيفكر مع نفسه كده بيلاقي ان هو دلوقتي بقى شفاف وكمان جسمه بقى لونه ازرق، فده معناه ان هو بقى شبح، وبما انه بقى شبح فاكيد يعني لو خبط في الارض مش هيموت وهو اساسا ميت، لكنه فجاه بيلاقي روحه بتنتقل لجسم الشخصيه اللي صنعها في اللعبه بتاعته، ودي حاجه خلته فرحان جدا، هيعيش ملك حرفيا، هو اقوى شخص في العالم بسبب ان الشخصيه اللي عملها في اللعبه مستواها 9990. وقبل ما بتندمج روحه مع روح الشخصيه اللي هو عملها في اللعبه يبدا يفكر مع نفسه كده هو ليه لبس الشخصيه ديت الهدوم دي، الاسكان البناتي ده لو حد شافه لابسه هيعتبره شاذ او منحرف، علشان كده بدا يتمنى لو كان خلى شكل الشخصيه بتاعته اكثر رجوليه او مثلا اكثر وسامه. ده خلى روحه ما تدخلش جسم الشخصيه اللي هو عملها في اللعبه، واللي بالمناسبه اسم الشخصيه
الشخصيه ديت موكونجي. المهم روح جانج تشور بتفضل تطير في العالم ده لحد ما بتوصل لجسم ملك الشياطين، وبس كده بينتهي الحال المعلم ده في جسم ملك الشياطين كريتوس. بما ان جانج تشور دلوقتي بقى في جسم ملك الشياطين كريتوس فهنعتبر ان هو اسمه كريتوس. المهم بيقعد كريتوس مع نفسه كده وهو عمال بيعاتب اللي حصل، ويا ريته ما فكر في جسم ملك الشياطين. هو صحيح كان زمانه لابس لبس منحرف مع الشخصيه اللي هو عملها، الا ان زمان دلوقتي الليفل بتاعه كان 9990 وكان زمانه بيحكم العالم. في الاثناء ديت كان نيفيريوس عمال بيتمشى في القصر بتاع كريتوس، وبالصدفه سمع صوت حد بيقول ان كريتوس بقى ضعيف جدا ولازم يتخلص منه. هو بيكتشف ان الصوت ده جاي من المكتبه. في المكتبه كان الجنرالات الاربعه عمالين بيسالوا بعض ليه كريتوس وقف الحرب والغزو اللي كان هيعمله على البشر، اللي طبعا اذا كان ضعيف وخايف علشان كده لازم يقطعوا راسه ويتخلصوا منه ويحكموا هم عالم الشياطين. وبيبداوا يفكروا بعض ان ده اللي كريتوس عمله فعلا مع ملك الشياطين اللي قبله. كريتوس كان مجرد جنرال زيهم، وفي النهايه لما انقلب على ملك الشياطين السابق بقى هو ملك الشياطين الجديد. لكن هنا هارتوج بيقطع كلامهم وبيفترض اذا كان كريتوس ما فقدش قوته ولسه قوي زي ما هو اكيد هيخلص عليهم، او هينتهي الحال بثلاثه ميتين وواحد في اصابه خطيره. وبالنسبه لفارسه الجليد سيرجي فهي كانت مقتنعه بكلام هارتوج وبدات تعارض في الفكره بتاعت الشيطان اشورت. اما بالنسبه للمعلم الثالث بال فهو كان جعان. هنا اشورت بيقطع كلامهم وبيقول لهم ايه اللي هيحصل لو هم اكتشفوا ان كريتوس بقى اضعف منهم ويقدروا يخلصوا عليه. بالاول مره هنا كلهم بيتفقوا على نفس الحاجه، الا وهي انهم هيخلصوا على كريتوس لو اكتشفوا ان هو بقى اضعف منهم، ما عدا بال اللي كان جعان وعمال بيفكر في الاكل. طبعا كل الحوار اللي بيحصل ما بينهم ده في حين ما كان زيفيريوس عمال بيسمعهم. يروح زيفيريوس عند كريتوس بيفهموا اللي بيحصل دلوقتي في ارض الشياطين، وبيقول لكريتوس ان من ساعه ما هو لغى انهم هيغزوا الاراضي البشريه نفسيه الجنود والشياطين بصراحه بقت في الارض من وقتها، وبداوا ياكلوا في بعض من كتر ما هم كانوا جعانين، غير الشياطين اللي بقت بتطفش من المكان. بس ده مش المهم. المهم دلوقتي ان الجنرالات الاربعه كلهم مستنيين لحظه واحده علشان يخلصوا على كريتوس. هنا بقى كريتوس معلم عمال يقول مع نفسه احي كل ده علشان لغى ان هم هيغزوا الاراضي البشريه. بس لحظه واحده بتيجي في دماغه فكره، الحاجه اللي هي خلته يلغي ان هو يغزو الاراضي البشريه هو خوفه من شخصيه البطل اللي هو صنعها، شخصيه موكينجي. وبيقول ان هو بما انه اتجسد في جسم ملك الشياطين كريتوس يبقى المفروض شخصيه موكينجي يكون في ثبات عميق ويقدر يحتل الاراضي البشريه براحته. بس لا، زيفيريوس بيقطع تفكيره وبيقول له ان هو عنده شويه اخبار سيئه من الجاسوس بتاعهم اللي كان بيراقب جسم موكينجي. فلما كريتوس بيروح يبص كده في البلوره السحريه علشان يعرف ايه اللي بيحصل يلاقي موكينجي استيقظ من السبات بتاعه وهو عمال بيجلد في الجاسوس، عمال بيقطع فيه حتت حتت، في حين ما كان الجاسوس عمال بيطلب الرحمه والمغفره. بس موكينجي ما كانش عنده اي ذره رحمه. في النهايه موكينجي بيفجر راس الجاسوس فبينقطع الاتصال ما بين الجاسوس والبلوره السحريه، والمنظر كان مرعب جدا بالنسبه لكريتوس. وبدا بقى يفكر مع نفسه وهو محتار ومش عارف يعمل ايه. يقول مع نفسه ان هو لو هجم على الكوره البشريه فالمفروض ان موكينجي هيجي ويخلص عليه بكل سهوله، لو فضل هنا واظهر اي شكل من اشكال الضعف جنرالات الشياطين هيخلصوا عليه، يعني كده ميت وكده ميت. فعلشان كده بيبدا يعيط. هو عمال بيقول ان حلم الانتقال لعالم تاني بقى كابوس كبير جدا بالنسبه له. علشان كده المعلم ده بتيجي في دماغه حل واحد بس، الا وهو انه هيحل مشكله نقص الغذاء للشياطين، فبالتالي ما عادوش هياكلوا في بعض ويبداوا يقطعوه. المهم زيفيريوس هنا بعد كده بيسال كريتوس هيعملوا ايه في المشكله اللي لسه قايل له عليها من شويه. كريتوس بيفهم ان هو هيروح يدور على ارض علشان يزرعوها. فهنا زيفيريوس كده وبيساله لو كان بيتكلم جد، فبيبص له كريتوس كده وبيقول له ان هو فعلا بيتكلم جد ومش فاهم ايه المشكله في انه يزرع. فهنا بدا زيفيريوس بقى يهزق فيه. المفروض ان هو كان عمال بيفكر بس كان بيفكر بصوت عالي. بدا يقول ان كريتوس العظيم النرجسي الحثاله اللي الكل بيكرهه وبيقشعر منه، مدمر طموح الغلابه، ساحق الضعفاء، وسالة الحثاله، المتعجرفين النرجسيين، بيفكر انه يزرع. لا 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 لا, لا. امباسيبل. طبعا هنا كريتوس كان بيفكر ان هو يخلص على زيفيريوس ويرتاح من كميه الشتائم اللي هو عمال بيتلقاها منه، لحد ما كان بيفتكر ان هو في كل مره كان بيلعب اللعبه وكان بيروح يخلص على ملك الشياطين كان زيفيريوس بيظهر له قبل المرحله بتاعه ملك الشياطين، بما ان هو النائب بتاعه. في كل مره كان بيواجه زيفيريوس وبيخلص عليه. زيفيريوس كان بيقعد يعتذر لملك الشياطين لانه ضعيف وما قدرش يحميه، علشان كده هو شايف ان الشخص ده وافي ومش لازم يخسره حتى لو كان حثاله وعمال بيهزقه كل شويه. وبالحديث عن التهزيق فبرضه زيفيريوس بيبقى مستمر في التهزيق بتاعه، عمال بيقول لكريتوس ان هو عمره ما شاف ملك شياطين بيدمر هيبته للدرجه دي ويروح يزرع في الاراضي. فهنا بيتعصب كريتوس من كميه التهزيق ده وبيؤمر زيفيريوس ان هو يبطل تهزيق. طبعا زيفيريوس بيرفض، ومش كده وبس كمان بيطلع ورقه وقلم يا معلم وبيفضل يكتب كل اللي بيحصل تهزيقه لكريتوس، وان كريتوس بيتجنن وعايز يزرع في اراضي الشياطين، ده لان الاراضي الشيطانيه غير صالحه للزراعه بسبب المناخ اللي زي الزفت اللي بيكون في القاره الشيطانيه والاراضي اللي بتكون حجريه. هنا كريتوس بيبص لزيفيريوس كده بكل جديه بيقول له ان هو عارف ان الارض دي ميته وصعب يزرعوا فيها، بس لو كان في حد يقدر يزرع في الارض دي فهو كريتوس. الخبره والعلم الحديث اللي بيمتلكه. اول حاجه كريتوس بيعملها في حين ما كان زيفيريوس مستغرب بيروح يمسك شويه من التربه كده وبيبدا يندغهم بشكل مجنون، فده خلى زيفيريوس يطلع ورقه وقلم وبيكتب فيهم ان تقريبا كده ملك الشياطين في ايامه الاخيره اتجنن وبدا ياكل
الرماد. لما كريتوس اتعصب منه وبيساله هو ليه بيكتب الكلام ده، بيفهمه زيفيريوس ان بما انه هو النائب بتاعه فهو مسؤول عن كتابه اي حاجه متخلفه هو بيعملها في ايامه الاخيره، علشان ده هيكون جزء من التاريخ بتاع الشياطين. المهم بالنسبه لكريتوس هو ما كانش بيدوق التربه علشان يتجنن مثلا، لا ده علشان يتاكد اذا كانت صالحه للزراعه ولا لا. هو بيكتشف انها فعلا مش صالحه للزراعه، وده بسبب انها مش بتحتوي على النيتروجين. النيتروجين ده يا معلم هو العنصر الاساسي اللي بتحتاجه كل النباتات عشان تعيش. وبيبدا يفهمنا ان في العالم الحديث اللي هو كان جاي منه بيكون فيه منشطات وهرمونات وكيماويات بتساعد النباتات والفواكه الخضار على النمو عن طريق تثبيت النيتروجين، بس دي بتكون تقنيات حديثه، فاكيد يعني هو مش هيلاقي التقنيات ديت في العالم اللي هو فيه، علشان كده مفيش حل قدامه غير ان هو يصنع طريقه عمل النيتروجين الطبيعيه. ورقه وقلم يا ست الكل واكتبي معايا طريقه عمل النيتروجين في البيت. المهم يا معلم طريقه عمل النيتروجين في البيت، قصدي طريقه عمل النيتروجين الطبيعي. اول حاجه بنحتاجها هو برق شديد جدا، علشان النيتروجين الطبيعي بيحتاج تيار كهربائي قوي جدا ياكسده زي ثاني اكسيد الكربون، وبعد ما يتاكسد تبدا التربه انها تسحب ثاني اكسيد الكربون. ومن حسن حظ كريتوس ان شخصيه ملك الشياطين عندها مهاره مميزه جدا، لو هي يا معلم الدماء الكهربائيه. المهاره ديت يا معلم بتخليه ان هو يجرح نفسه وبعد كده يرش الدم في المكان، وده بيولد تيار كهربائي قوي جدا. التيار الكهربائي ده بيكون اسمه الاضراب الدموي. خلى بطلنا يفتكر ان هو لما كان دايما بيواجه ملك الشياطين كانت المهاره ديت كل مره بتموته لحد ما فهم آلية عملها. المهم كريتوس بيطلب من زيفيريوس انه يبعد عنه علشان هيستخدم مهاره الدماء الكهربائيه بتاعته. يبدا المعلم ده يجرح في نفسه، بس المشكله ان هو استوعب وهو عمال بيجرح في نفسه كده ان الموضوع مؤلم جدا. وبالصدفه سمع حد عمال بيهمس وراه، لما بيبص وراه كده يلاقي الجنرالات الاربعه كلهم مستخبيين ورا الشجره اللي هناك دي، وعمالين بيقولوا عليه ان هو بقى ضعيف وما عادش زي زمان، وبداوا كلهم بيفكروا يهجموا عليه دلوقتي. حرفيا المعلم كريتوس عمال بيقول احيه مش وقته خالص انهم يشكوا ان هو ضعيف والا هيموت. كان عمال بيفكر ازاي يخرج من الموقف ده لحد ما زيفيريوس بيجي كده وبيقطعهم كلهم وبيقول له بصوت عالي انت بقيت ضعيف يا مولاي، علشان كريتوس يخرج من الموقف اللي هو فيه ده قبل ما يموت على ايد الجنرالات الاربعه. يتحمل الالم وبيجرح نفسه جامد، وبعد كده بيرش الدم في المكان كله والدم بينزل على الارض، مفيش حاجه بتحصل وبيفضل يصرخ من الالم. ودي يا معلم كانت اللحظه المنتظره اللي بيستناها كل جنرالات الشياطين، يروحوا يسالوا كريتوس لو كان حاسس بالالم. بس خلاص هنا كريتوس بقى اقتنع ان هم هيموتوه. في نفس الوقت ده كانت شخصيه موكينجي عماله بتتجول في العالم، هو عمال بيسال نفسه عن سبب وجوده في العالم ده، واكتشف ان هو خسر حاجه، والحاجه ديت هو كريتوس اللي كان بيتحكم وبيلعب بيه وبيعطي له هدف في حياته. لكن دلوقتي بعد ما الحاجه اللي كانت بتتحكم بيه اختفت فهو ما عادش عارف ايه لازمته في العالم ده، وعلشان كده بيقرر يتجول فيه لحد ما يلاقي اجوبه لاسئلته. المهم بنرجع بعد كده لكريتوس اللي كان في موقف لا يحسد عليه مع جنرالات الشياطين الاربعه. هنا اشورت بيبدا يقول لكريتوس انه ما يزعلش ويغضب في الحاجه اللي هيعملوها معاه دلوقتي، هو عارف كويس جدا قوانين الشياطين، وهو ان القوي بياكل الضعيف، وبعد ما القوي ياكل الضعيف يقدر يكون ملك الشياطين. وطبعا كريتوس في الموقف اللي هو كان فيه ده كان مرعوب جدا، بس لان وجهه كان قبيح جدا فكان باين عليه علامات الغضب، وده خلى اشورت يتوتر وبيعتقد ان كريتوس بدا يجمع طاقته قبل ما حتى يواجهه. بس رغم كده بيبتسم في وش كريتوس وبيقول له انت مفكر انك حتى لو كنت قوي جدا تقدر تهزمنا احنا الاربعه؟ طبعا بالنسبه للثلاثه التانيين فهم كانوا مستخبيين ورا الشجره دي. بيبص لهم اشورت كده وبيقول في نفسه انتوا بتعملوا ايه؟ فبيبداوا يعرفوا ان هم هيتفرجوا عليه، ولو لقوا ان هو بيكسب ملك الشياطين كريتوس هيتدخلوا ويساعدوه وكمان هيعينوه ملك الشياطين الجديد، لكن لو شافوه بيموت فهم كده مضطرين ينجوا بحياتهم ويفضلوا يخدموا كريتوس لاكل غير مسمى. الكلام ده خلى اشورت يتوتر وبدا يعرق كده وبيفكر ينسحب من المواجهه دي بعد ما بيقول لهم ان هم شياطين واشرار جدا، فبيعرفوه من ورا الشجره كده ان هم فعلا شياطين ولازم يكونوا اشرار جدا. وفجاه بيجي زيفيريوس كده وبيقطع كلامهم كلهم، لانه بيفتح بس مباشر وبيعرفهم ان كل الشياطين هيشوفوهم دلوقتي وهيتفرجوا على القتال ده. طبعا خلاص كده اشورت ما عادش قدامه خيار وقرر ان هو يواجه كريتوس وامره لله. وبالنسبه لكريتوس فهو كان هيموت من الرعب وعمال بيقول في نفسه انه اعتقد انه هيكون على الاقل اقوى شيطان بما انه ملك الشياطين، بس هو اكتشف عكس كده تماما لانه حرفيا مش عارف يستخدم المهاره الوحيده اللي بيمتلكها اساسا. وفي حين ما كريتوس عمال بيفكر كده فجاه بيلاقي اشورت بيهجم عليه، فضل عمال يقول في نفسه اعمل ايه، اتفاداها ازاي، مش عارف ايه، لحد ما بيلاقي نفسه بشكل تلقائي تماما بيتفاداها بكل سهوله. ما هو كان مصدوم هو تفاداها ازاي، الا انه بيتذكر ان هو لعب اللعبه ديت اكتر من اي شخص وعارف كويس الشخصيات دي بتتحرك ازاي، عارف كمان كل حاجه عنهم هم ما يعرفوهاش. لما بيبدا يركز هنا في اشورت ياخد باله ان هو رافع رجليه اليمين ورجليه الشمال لامسه الارض مع اتجاه ايده ناحيته، فده معناه ان اشورت عايز يطعنه، وده بالظبط نفس الهجوم اللي كان اشورت بيستخدمه لما كان كريتوس بيلعب بالشخصيه بتاعته وبيقاتل الشياطين. فجاه بيتفادى الضربه الثانيه بتاعت اشورت، حين ما كان جنرالات الشياطين مركزين على تعابير وشه المرعب وبداوا يخافوا ويتوتروا منه اكتر. المهم بالنسبه لكريتوس فهو بيستمر على هذا الحال وعمال بيتفادى كل ضربات اشورت. كريتوس ما كانش فاهم هو ازاي بيقدر يتفادى الضربات ديت، لكنه اخيرا بيستوعب ان هو عارف كل الهجمات بتاعت الشياطين بسبب ان هو مات يمكن اكتر من 1000 مره في اللعبه دي، وده خلاه يكتسب الخبره ويعرف كل نقاط
نقاط ضعفهم، وبيقول ان اشورت كان واحد من اكتر الشخصيات المستفزه اللي لعب ضدهم في اللعبه، لانه فضل يواجه اشورت في اللعبه 130 مره لحد ما فهم كل تحركاته وعرف يتفاداها كلها وكسبه. يعني بعباره تانية هو صحيح مش هيعرف يواجه اشورت، لكن في نفس الوقت برضه اشورت مش هيعرف يموته، عشان كده بيبتسم ابتسامه شريره. ومن كتر قبح الابتسامه الشريره بتاعته خلى جنرالات الشياطين اللي مستخبيين ورا الشجره يحمدوا ربنا ان هم ما فكروش يواجهوه زي ما اشورت عمل. المهم كريتوس بيفضل يتفادى كل ضربات اشورت بكل سهوله وهو عمال بيبتسم. ده خلى جنرالات الشياطين اللي كانوا مستخبيين ورا الشجره يتاكدوا ان كريتوس ما خسرش قوته لانه عمال بيستمتع بالقتال. بالنسبه لاشورت فهو كان متعصب جدا لان كريتوس خلاه يبان ان هو ضعيف قدام كل الموجودين. اما بالنسبه لكريتوس يا معلم فهو كان مرتاح جدا، طول مع نفسه هو عمال بيبتسم كده ابتسامه شريره ان هو صحيح مش هيقدر يهزم اشورت، بس في نفس الوقت اشورت مش هيقدر يهزمه. احسن حاجه في الموضوع ان هو اكتشف ان كل الخبره والحاجات اللي هو اتعلمها في اللعبه هتفيده في العالم ده، لان العالم ده فيه نفس قواعد اللعبه اللي كان بيلعبها. هنا بيظهر النظام وهو بيقول له مبروك انت فهمت قواعد العالم ده يا معلم. هنا كريتوس كده بيبص للنظام كده ويقول لا ثانيه واحده كده، ومش ده نفس النظام اللي كنت بشوفه في منهوه المهندس الاعظم؟ النظام بيقول له مبروك انت نجحت في تفادي كل ضربات اشورت، وعلشان كده النظام هيعطف عليك، هيعطيك مهاره من مهارات كريتوس. وكمان النظام بيفتح له مهاره الام اسيست. لاول لما كريتوس بيبدا يركز كده على اشورت بيلاقي ان على وشه علامه استهداف زي اللي بتكون في الالعاب. هنا كريتوس استوعب حاجه، بيجرح نفسه على طول وبيرمي بعد كده الدم بتاعه على كريتوس. المره دي لما بيعمل كده مهاره الدم الكهربائيه بتتفعل، في حين ما كان جنرالات الشياطين عمالين بيتفرجوا. بقيه الشياطين اللي كانوا عمالين بيتفرجوا على البث المباشر عمالين بيقولوا ان الملك بتاعهم كريتوس فاجر جدا ومش مجرد جنرال شيطان اللي هيجي يهزمه على اخر الزمن. المهم بالنسبه لكريتوس اللي كان واقف قدام اشورت وبيعتقد ان هو مات، بس في الحقيقه اشورت بيكون لسه بيتنفس. ده خلى كريتوس يبدا يتوتر اكتر، عمال بيقول ان الضرر اللي سببتها له الهجمه بتاعته للاسف صعب بيموته بالهجمه ديت، انه بيستعيد صحته بسرعه شديده جدا. فعلشان كده بيرجع كريتوس يوجه له ضربه كهربائيه مره ثانيه. الوقت ده كان جنرالات الشياطين عمالين بيتفرجوا على اللي كريتوس بيعمله وبيعتقدوا ان كريتوس عمال بيعذب اشورت عن قصد، مش عارفين ان كريتوس مش عارف يموت اشورت اساسا. المهم دي حاجه خوفتهم اكتر، بيفضلوا يحمدوا ربنا ان هم ما تحدوش كريتوس علشان ما كانش يعمل فيهم نفس اللي بيعمله دلوقتي في اشورت. المهم كريتوس كان عمال بيفكر وهو محتار كده مش عارف يعمل ايه مع اشورت اللي ما بيموتش ده، وفجاه بيجي اشعار من النظام بيقول لكريتوس مبروك انت قلعت اشورت كل هدومه وحرفيا بقى سلبوسه يا دوب لابس الشورت بتاعه، علشان كده اتفتح لك مهاره جديده. المهاره ديت هي انك تقدر تخلع هدومك وتلبسها تاني. واو اكيد النظام هيحط لي دروع واسلحه لبعد التخزين بتاعي، بس لا بيتفاجئ ان المخزن البعدي بتاعه ما فيهوش غير هدومه، يعني يا دوب يقدر يخلع هدومه ويلبسها تاني. المهم كريتوس بقى ما عادش عارف يعمل ايه مع الجثه اللي قدامه اللي ما بتموتش دي، لحد ما بتجيله فكره. شويه تفكير كده وهو عمال بيبص لجسم اشورت يستنتج ان هو مهما يكهرب اشورت مش هيموت، لان حاليا ضربه كريتوس اضعف بكتير من سرعه استعاده اشورت لصحته، وده معناه مولد لا نهائي من النيتروجين الطبيعي. وبيبص بعد كده للجنرالات الشياطين اللي كان عمالين بيرتجفوا ورا الشجره اللي بيقرر يستغلهم بما انهم خايفين منه دلوقتي. بينده اول حاجه على سيرجي وبيطلب منها انها تربط اشورت، ومن كتر ما هي خايفه من كريتوس بتروح على طول بدون اي نقاش تربط اشورت على عمود خشب وهو فاقد وعيه. بس لحظه فجاه اشورت بيستعيد وعيه، بيقول لهم ان هو حي وهيخلص على ملك الشياطين كريتوس، لانه شايف ان الملك الشياطين بقى ضعيف جدا ومش قادر ان هو يخلص عليه. لحد ما فجاه بيبدا كريتوس يجلده بصواعق الدم الكهربائيه، ده علشان ياكسد النيتروجين اللي في الهواء ويحوله لنتريت، بس كميه الصواعق اللي هو كان بيعملها ما كانتش كافيه، علشان كده بيطلب من هارتوك انه ينشر ضباب في المكان. هنا هارتوك بقى فضل يقول له انه شرير جدا، اريد زياده الرطوبه في المكان لكي تزيد قوه الصواعق على اشورت. بالفعل بدون اي نقاش بيبدا هارتوك ينشر ضباب في المكان بيغرق جسم اشورت بالميه. بعد كده كريتوس بيصعقه، بيكون مستمتع جدا وهو عمال بيصعق في اشورت، حين ما كان زيفيريوس هو والجنرالات الاربعه عمالين بيتفرجوا على التعذيب ده. اشورت ذات نفسه كان مصدوم وهو عمال بيتعذب وبيسال نفسه هو فيه ايه. اما بالنسبه لكريتوس فهو كان في غايه السعاده، عمال بيضحك ضحكات مجنونه بسبب ان اللي بيعمله ده هيملى تربه الارض الشيطانيه بالنيتروجين. بيستمر بعد كده المعلم كريتوس في صعق اشورت لمده 3 ساعات متواصله، وبعد ال3 ساعات دول بيروح يتاكد اذا كانت التربه مليانه نيتروجين ولا لا. بالفعل بيلاقي انها اتملت شويه نيتروجين، ممكن يفضل يصعق في اشورت لحد ما يملاها كلها نيتروجين، لكنه شايف ان المهم دلوقتي هو انه يحسن التربه، لان دلوقتي في كميه نيتروجين مناسبه لحد ما اللي هو محتاجه دلوقتي انه يخلي التربه لينه شويه، لانها صلبه جدا وصلابتها ديت بتمنع الاكسجين والميه انهم يدخلوا ما بينها. دلوقتي لازم يخلي التربه ديت رقيقه بدل ما هي صلبه علشان يقدر يزرع، علشان لما يجي يسقي الحاجه اللي هيزرعها تبدا التربه تمتص الميه وتغذي النبات اللي هيزرعه. واول حاجه هيحتاجها علشان يعمل الموضوع ده هو سماد. على طول بيبصوا لجنرالات الشياطين الثلاثه بيقول لهم بكل جديه ورعب كده انه محتاج سماد ضروري. هم الثلاثه ما كانوش عارفين يردوا يقولوا ايه، شايفين يتكلموا ويحصل فيهم نفس اللي بيحصل في اشورت دلوقتي، وبقوا شايفين ان ملك الشياطين شرير جدا. بداوا يعتقدوا ان كريتوس عايز دلوقتي يجيب السماد ويرميه على
لاشورت علشان يبقى عبره للي يسوى واللي ما يسواش. المهم في الوقت ده بينتقل بينا المشهد عند مو كينجي اللي كان لسه عمال بيتجول في العالم ويكتشف هو مين، بيحاول يلاقي اجوبه للاسئله اللي عنده، لكنه فجاه وهو ماشي كده بيسمع صوت شخص جاي من بعيد واللي كان عمال بيطلب منه المساعده. يروح مو كينجي يشوف مين اللي عمال بيطلب منه المساعده، اللي بيطلعوا لويد فورنتيرا والمساعد بتاعه خافير، بس المؤلف مهزقهم شويه هنا. المهم مو كينجي بيبص لهم كده بنظر حاده ومرعبه، ده خلاهم هما الاثنين يترعبوا منه وبداوا يعتقدوا هما الاثنين انه هيخلص عليهم، لكن مو كينجي بيقول لهم انه هيساعدهم علشان هو شخص مش مريب. بس لويد وخافير كانوا عمال بيقولوا في نفسهم ان مو كينجي مش بس شكله شخص غريب، كمان شكله شاذ ومنحرف. المهم مو كينجي لما بياخد باله ان خافير اتصاب في رجليه اليمين بيروح يشتروا على طول علشان يساعدهم، بيبداوا كلهم يعرفوا بعض بنفسهم، كأنهم هما الاثنين لما بيسالوا مو كينجي عن اسمه وهو جاي منين او هو يبقى مين، يعرفهم مو كينجي انه للاسف ما يعرفش هو مين ولا جاي منين، لسه هيلف العالم ده علشان يلاقي اجوبه للاسئله بتاعته، لانه حاسس ان في شخص مهم جدا عليه يتخلى عنه. يرجع بينا المشهد بعد كده يا معلم في قصر ملك الشياطين كريدوس. كان جنرالات الشياطين الثلاثه قاعدين مع بعض وعمالين بيفكروا هيجيبوا لكريدوس سماد منين، وهنا جت فكره لهارتوك هي مقرفه شويه، بس هو قرر يعني ان هو بعد ما يدخل الحمام يجيبهم في شوال، بس برضه يعني الكميه مش هتكفي، والسيرجي كانت خايفه من انهم لو ما عرفوش يعملوا المهمه اللي كريدوس قال لهم عليها يبدا يعذب فيهم ويحطهم على عمود زي ما بيعمل في اشورت. اما بالنسبه لبالف كان عمال بيقول ان هو ما كلش من فتره هو وسيرجي وما دخلوش الحمام اساسا، فما يعرفوش هيجيبوا سماد منين. وهنا بتيجي فكره شيطانيه لهارتوك، الا وهي انهم هيروحوا يضربوا عامه الشياطين ويجبروهم انهم يجيبوا سماد لملك الشياطين بطريقه ما، واخد بالك عزيزي المشاهد. وبالفعل بينتقل بينا المشهد بعد كده في قرى الشياطين الفقيره. الشيطان الغلبان ده كان قاعد بيقول لهم ان هو مش هيعرف يعمل حمام، وكمان هم واقفين يتفرجوا عليه، وبيطلب منهم انهم يخرجوا على الاقل لحد ما يخلص. وهنا بيجي هارتوك بيفضل يقرب من الشيطان ده وبيقول له انت شكلك كده مش الذوق. على طول هارتوك بيمسك رقبته بيجهز قوته الشيطانيه، وهو عمال بيقول للشيطان ده ان طالما مش هيطلعهم بالذوق يبقى هارتوك هيطلعهم بالعافيه، وبيهجم على الشيطان الغلبان اللي كان عمال بيعيط وبينده على اي حد يلحقه. وهنا بيجي باله وبيمسك ايد هارتوك بيمنعه ان هو يخلص على الشيطان ده، فلما هارتوك بيساله هو منعه ليه بيبدا بالي يفهمه انه منعه علشان الشيطان ده جعان ومستحيل يجيب لهم سماد طول ما هو جعان، فبيقوم هارتوك رامي الشيطان ده، وبعد كده بيبص لباله وهو متعصب وبيقول له ان بما ان الشيطان ده صعب عليه فبيقترح على بال ان هو هيخلص عليه ويطبخه بعد كده علشان الشيطان ده ياكله. طبعا الكلام ده كان عصب بال يسكت له، لا طبعا بدا بال وهارتوك يطلعوا هما الاثنين هاله مرعبه خلت الشيطان ده خايف للبيت بتاعه ينفجر في اي لحظه، وبالفعل بيكون الاثنين دول على وشك انهم يوجهوا ضربه لبعض يفجر البيت وتقلبه راسا على عقب، لكن كريدوس بيجي على اخر لحظه وبيفضل يكهربهم هما الاثنين لحد ما بيقعوا على الارض وبيغموا عليهم. بعد كده كريدوس بياخدهم للقلعه بتاعته ويفضل يفهمهم عن ان السماد اللي هو محتاجه مش هيكون له اي لازمه لو جابه من الشياطين الضعفاء الفقراء، لان هو محتاج مليان فيتامين وعناصر غذائيه علشان يستخدمه كسماد. فطبعا هنا زيفيريوس مش فاهم يعني ايه سماد، يقوم كريدوس مفهمه ان السماد ده بيساعد النبات على النمو بشكل اسرع واكثر صحيه. وبيبدا بعد كده كريدوس يشرح لنا المكونات اللي بتتكون منها السماد في اغلب الاحيان، واللي بيتكون من رماد الخشب والاعشاب الضاره وتربه الحقول وقشر البيض او روث الطيور والمواشي. المهم يعني الحاجات اللي زي الخشب والعشب الضار دي حاجات بسيطه وممكن، والمعلم كريدوس بيفكر يحرق بيوت الشياطين الفقراء علشان يحصل على الحاجات دي، لكن هيكون في مشكله تانية، هو انه مش عارف منين هيلاقي قشر البيض او روث الطيور والمواشي، لحد ما بتيجي في دماغه فكره وبيطلب من زيفيريوس انه يجيب له خريطه الاراضي الشيطانيه. فعلى طول زيفيريوس ما بيتاخرش وبيجيب له الخريطه وبيحطها قدامه. المهم كريدوس لما بيبص في الخريطه بيتاكد ان الخريطه ديت نفس الخريطه اللي كانت موجوده في اللعبه اللي بيلعبها، يعني مش بس قوانين اللعبه هنا موجوده في العالم ده، لا وكمان التضاريس المناخيه والجغرافيه. ده معناه ان المعلم كورديريوس بيستنتج ان في الجزء ده من الخريطه الجبال اللي في البحر ديت النورس الشيطاني. النورس الشيطاني ده معروف ان هو بيتجول في كل الاراضي وبيلتهم بقى اي حاجه مغذيه بتيجي في وشه او يقدر يهزمها، وده معناه ان في جبال النوارس الشيطانيه هيلاقي هناك البيض او قشره او الروث بتاعهم. هنا زيفيريوس بيقاطع تفكير كريدوس وبيقول له بقول لك يا حضره اللورد انت مش بتفكر انك تجمع براز النورس الشيطاني صح؟ بيبص له كريدوس كده وبيقول له واو ده انا ما كنتش متخيل انك ذكي جدا للدرجه دي. فهنا زيفيريوس بيبدا يفهم كريدوس ان جبال النورس الشيطاني لها اسم تاني بيخوف كل الناس عشان ما حدش يقرب من هناك، والاسم ده هو جرف اللا عوده، اللي بيروح هناك ما بيرجعش، وده بسبب ان الارض في الجبال هناك بتنهار بكل سهوله. فاغلب اللي بيحاول يتسلق جبال النورس الشيطاني لما بيقع بينتهي بالحال في البحر الشيطاني العميق اللي بسبب قوه التيار بتاعته ما فيش حد بيقدر يخرج منه. هنا كريتوس كان فاهم بالظبط كلام زيفيريوس، عمال بيقول مع نفسه ان فعلا الموضوع ده كان صعب جدا وهو بيلعب اللعبه، بس بيبص بعد كده لزيفيريوس بكل جديه وبيقول له لو كان في شخص يقدر ان هو يتسلق الجبال ديت فكريتوس هيكون هو الوحيد اللي يقدر يعمل كده. وفي اليوم اللي بعد كده بينتهي بينا المشهد في جبال النورس الشيطاني. كان المعلم كريتوس راح هناك هو والشله بتاعته. حين ما كان كريتوس عمال بيفكر في الخطه بتاعته كان جنرالات الشياطين عمالين بيقولوا وراه ان على مر العصور حاول شياطين كتير جدا انهم يتسلقوا الجرف ده وانتهى بيهم الحال في الاخر بيقعوا وبيموتوا. بس فجاه كريتوس بيقطع تفكيرهم
ده وبيقول لهم ان هو هيتسلق دلوقتي الجبل النورس الشيطاني وهناك هيدور على قشر البيض والروث بتاعهم ويرميه لهم. بيبتسم لهم بعد كده وهو متحمس جدا لانه بيعرفهم ان لو الخطه بتاعته نجحت فما فيش واحد في الاراضي الشيطانيه هيبات جعان وكل الشياطين هياكلوا اكل عمرهم ما حلموا بيه. الكلام ده كان اثر في بال جدا وافتكر لما كان هرتوك بيعذب في عامه الشياطين علشان يجبرهم انهم ويجيبوا سمان، وافتكروا برضو الشياطين الغلابه اللي ما كانوش لاقيين ياكلوا اللي انتهى بيهم الحال انهم في الاخر لما حد فيهم بيموت بياكلوه. المهم في حين تفكير بال ده كان كريدوس بيستعد علشان يبدا يتسلق الجبل وهو عمال بيقول مع نفسه ان الحركه اللي هيعملها دلوقتي مفيش حد يعرفها الا الناس اللي كانوا مهووسين في اللعبه زيه، انه تقريبا حاول اكتر من 200 مره وفي الاخر كل مره كان بيموت، لكنه في الاخر وقتها اكتشف جليتش فاجر مكنه من ان هو يقدر يتسلق الجبال بكل سهوله. ينط بعد كده المعلم ده في اثناء دهشتهم كلهم وكانوا بيعتقدوا ان خلاص كريدوس هيموت بسبب ان هو شويه ويقع في البحر، لكن كريدوس كان قدر يمسك جدران الجبل بمخالبه. في حين ما كان زيفيريوس قلقان عليه وبيعتقد ان كريدوس هيقع الا وفجاه المعلم كريدوس بيفتح المخزن البعدي بتاعه وبيطلب من النظام انه يشيل كل الهدوم اللي عليه، يعني المعلم بقى سلبوسه ملط يعني. ودي حاجه كانت صدمت الجنرالات كلهم حتى زيفيريوس، بس الموضوع ما وقفش لحد هنا لانهم بيشوفوا بعد كده طيبه قلب كريدوس بعد ما اندمج هو والجدار. هنا بقى هم بداوا يقشعروا لانهم ما كانوش متوقعين حاجه زي دي. اللي ما كانوش متوقعينه اكتر ان المعلم كريدوس بيقول لهم انه هيلف وشه ليهم. سيرجي بتسمع الكلام ده وبتبدا تغمض عينيها علشان ما تشوفش المعلم ده عريان، بس كريدوس بيفتح المخزن البعدي بتاعه مره تانية وبيطلب من النظام انه يلبسه هدوم، يلبسه النظام هدومه وبيبقى لسه لازق في الجدار. اما بالنسبه لسيرجي فلما بتشوفه بتحمد ربنا اللي في دماغها ما حصلش. المهم المعلم ده بيفضل يكرر في الخطوات ديت كل شويه، يفتح النظام يطلب منه يقلعه هدومه، كريدوس يصدر لهم طيبه قلبه وهو لازق في الجدار وبعد كده يلف ويخلي النظام يلبسه، يصدر لهم طيبه قلبه ويطلع فوق شويه ويلبس هدومه ويكمل طلوع برضه فوق شويه لحد ما المعلم ده بيكون على وشك انه يوصل خلاص. فاول لما بيوصل فوق الجبل وبيلبس هدومه بيبدا يفهمنا ايه اللي هو عمله، واللي عمله ده بكل بساطه عباره عن جليتش في اللعبه. لما بيكون قريب من الجدار ويخلع ويلبس هدومه بيقدر ان هو يخترق تقريبا اي حاجه لجزء من الثانيه، فهو بيفضل يكرر العمليه ديت علشان يتسلق المرتفعات او يندمج تقريبا مع اي حاجه، بس المشكله ان طيبه قلبه تبقى باين. ما علينا من طيبه قلب كريدوس. دلوقتي بينتقل بينا المشهد عند بال اللي كان عمال بيقول في نفسه ملك الشياطين كريدوس بيفكر ان هو ياكل الشياطين، علشان كده هو عايز يساعد كريدوس وبينطلق بسرعه علشان يتسلق الجبل، حين ما كان زيفيريوس بيحاول ان هو يمنعه، بس برضه المعلم ده كان مصر وبيحاول ان هو يتسلق الجبل كده، في حين ما كان كريدوس عمال بيحذره انه ما يقربش من الجبل علشان ما يقعش. بالفعل بل ما بيقدرش ان هو يمسك كويس في الجبل وبيقع، بس قبل ما يقع في البحر الشيطاني ويموت يرجع كريدوس يستخدم الجليتش بتاعه علشان ينقذه على اخر لحظه. لكن المشكله في الموضوع ان كريدوس ما كانش مستحمل وزن بال، واستوعب حاجه مهمه نوعا ما، هو ليه بينقذ بال وهم اساسا الجنرالات الاربعه كانوا بيفكروا يموتوه؟ مش كان من الاحسن لو سابوا يموت علشان كده عدد الجنرالات الشيطانيه يموتوا وبالتالي المنافسه تقل ويعيش في سلام؟ بس لما بيركز في وش بال كده بيستوعب حاجه مهمه جدا في العالم بتاعه. يوم من الايام في واحد زميله في الكليه راح له وطلب منه انه يخلي الدكاتره يلحموه شويه، بما ان كريدوس كان محبوب من الدكاتره والمعلمين بتوعه علشان كان عبد شغال وبيعمل لهم اي حاجه. صاحبه طلب منه انه يساعده علشان يتوسط عند الدكاتره دول ويرحموه شويه لانهم كل شويه بيسقطوه في المواد. بس في الوقت ده كريدوس بيبص لصاحبه وبيقول له ان هو مش هيتدخل في الموضوع ده لان ديت مش مشكلته، وبيسيب كريدوس صاحبه وبيمشي وبيغادر من المكان. علشان كده كريدوس بيقرر ان هو يحاول يشد بال باقصى قوته ويعمل اللي عليه، ان لو كان كريدوس عمل اللي عليه ونفذ طلب صاحبه كان زمان مستقبل صاحبه احسن من كده بكتير، او على الاقل لو حاول كريدوس انه يساعد صاحبه في وقتها كان هيكون صاحبه حزين بس اقل حزنا من ان كريدوس يكسر بخاطره، على الاقل يكون حاول. علشان كده دلوقتي كريدوس بيحاول انه يرفع بال باقصى قوته رغم ان هو حاسس ان ايديه كانت ممكن تتقطع منه، الا ان المعلم ده بيقدر ان هو يرفع بال ويرميه فوق على الجبل. لما بيطلع كريدوس بعد كده على الجبل بيروح بال يسال كريدوس ليه انقذه بدل ما يسيبه يموت. يبص له كده كريدوس بكل جديه وبيقول له ان هو عمره ما يفرط في اي شخص فكر انه يتبعه. هنا بال بيبص لكريدوس كده وبيبدا يدمع من شديه الفرح. كريدوس بعد كده كان عمال بيتمنى لو كان حاول بجد يساعد صاحب طفولته بدل ما هو تخلى عنه، ما كانش زمانه شاف صاحبه مكسور قدامه بالشكل ده، وبيقول يا ليت الزمان يعود يوما. المهم هنا بيظهر النظام وبيقطع تفكير المعلم ده. النظام بيقول لكريدوس انت راجل محترم رغم انك انت ما عندكش قوه ملك الشياطين الكامله، الا انك انت ضحيت بحياتك وحاولت انك تساعد بال، وعلشان كده انت حصلت على الامتنان الكامل من بال ليك. غير كده كمان النظام بيضحي وبيدي لك مهاره جديده. المهاره ديت يا معلم هي الاتش بي. انت ممكن تعتقد ان الاتش بي معناها نقاط الصحه، بس لا، الاتش بي ديت اختصار للهابي بوينت. كريدوس بيبص للنظام كده وبيقول له ايه الهابي بوينت ده؟ النظام بيفهمه ان الهابي بوينت معناها نقاط السعاده، وده خلى كريدوس يفضل يفكر في الموضوع ده وهو عمال بيقول ان نقاط السعاده دي على حد علمه في العالم بتاعه هي ان لما تروح تشتري حاجه من السوبر ماركت بيعطوك نقاط خصومات اسمها
نقاط السعاده. تفضل انت تجمع في النقاط ديت لحد ما تشتري حاجه ببلاش زي الايس كريم. بس اللي كان مخلي كريتوس محتار، هل في حد في العالم ده بيبيع ايس كريم؟ هنا النظام بيقطع تفكيره المتخلف ده وبيقول له انت بتتكلم جد؟ مين في عالم لعبه موازيه من عالم تاني هيبيع ايس كريم هنا؟ النظام بيطلب من كريتوس ما يقطعش كلامه علشان يبدا يفهمه ايه هي نقاط السعاده دي، وهي عباره عن نقاط بياخدها من اي حد يكون ممتن ليه من الشياطين، وباستخدام النقاط ديت ممكن يزود احصائياته وقوته بكل سهوله. بيفهموا النظام ان هو حاليا بيستخدم 20% من قوه كريتوس ملك الشياطين، يقدر ان هو يزود من قوته 10% سواء في الصحه، في القوه الذهنيه، في القوه الرشاقه او الطاقه السحريه. بيفكر كريتوس في الموضوع وبيقرر ان هو يزود صحته بنسبه 10%. فبيقول له النظام لا يا حبيبي، انت محتاج 50 نقطه اتش بي علشان تعمل كده، وبالصلاه على النبي كده انت معاك 0 نقاط اتش بي. يفهموا كمان النظام انه ممكن يستخدم نقاط الاتش بي دي في تطوير المهارات اللي عنده، بس ده هيكلفه 250 نقطه اتش بي، وهو بالصلاه على النبي ما عندوش اساسا ولا نقطه. يبدا كريتوس يقول مع نفسه ان مشروع الزراعه بتاعه ده لو نجح فهيخلي كل الشياطين يحبوه، وبالتالي كده هيحصل على نقاط اتش بي بكل سهوله. ولما بيبص بعد كده البال يكون سعيد وفرحان جدا بسبب شعور ان في حد ممتن ليه. بس طبعا بال لما بيشوف المنظر والوش القبيح بتاعه ده بيكون عمال بيقول في نفسه ان اكيد ملك الشياطين دلوقتي بيفكر انه يشغله عبد عنده بعد ما انقذ حياته. المهم كريتوس بيروح يمسك البيض وقشره الممزوج بروث النورس الشيطاني، وبيعرف جنرالات الشياطين والمساعد بتاعه زيفيريوس ان هو وبال هيعبوا طيور النورس الشيطانيه وبعد كده يحدفوها لهم. هم طبعا كانوا مع نفسهم لسه بيستوعبوا الكلام بتاع كريتوس، الا وفجاه المعلم ده بيرمي البيضه اللي مليانه عليهم وبيغرقهم كلهم طيور، وده خلى زيفيريوس من شديه الصدمه يغمى عليه وهو واقف. يفضل بعد كده كريتوس يرمي عليهم الزج وهو فرحان جدا، وبعد ما بيخلصوا بيرجع كريتوس لارض الشياطين، بيجمع الزج ده مع قشر البيض ورماد الخشب المحروق مع شويه تربه كده وبيكونهم علشان يعملوا كتله. واللي فاضل دلوقتي هو انه يطحن كل الحاجات ديت سوا مع بعض، بيخلطها بشكل جيد علشان يعمل سماد. اول شخص بيجي في دماغ كريتوس علشان يعمل الموضوع ده هي سيرجي، بس لما بيطلب منها كريتوس انها تطحن كل الحاجات دي مع بعض علشان تعمل السماد بتتعصب منه، وبعد كده بتجيب كل سيوفها وبتقول له انها واحده من جرنالات الشياطين وان كل اياديها ديت موجوده علشان تقاتل. هنا كريتوس بيبص لها كده وبيقول لها ان هو عنده مهمه اسهل بكتير. يشاور لها بعد كده على اشورت، بيقول لها ايه رايك تساعدي اشورت علشان هو حاسس انه تعب شويه معاهم الفتره اللي فاتت دي كلها. فعلى طول اول ما كريتوس بيقول لها كده بتبدا سيرجي بدون اي نقاش تخلط في الزج علشان تصنع السماد، ورغم انها كانت بتعيط الا ان اصلا كريتوس كان خايف منها لا تخرج عن سيطرته. المهم كريتوس بيقول ان الخطوه اللي بعد كده هو انه يغذي الزج ده بالميه. الشخص اللي المفروض يعمل كده هو هارتوك، لكن لما كريتوس بيطلب من هارتوك انه يغطي المكان كله بالضباب بيقول له هارتوك ان هو لو عمل كده الضباب هيندمج مع الزج اللي سيرجي عماله بتعجن فيه، وده هيخلي المكان ريحته لا تطاق. فبيبص له كريتوس كده وهو عمال بيشاور على اشورت وبيقول له بقول لك ايه، انا شايف كده ان اشورت محتاج مساعده، ايه رايك تساعده؟ فعلى طول بيروح اشورت ينشر الضباب الشيطاني بتاعه في المكان وهو عمال بيعيط. بعد كده بيروح بالي يتاكد ان السماد بقى لين زي ما كريتوس قال له. كريتوس بيقول ان الخطوه الثالثه دلوقتي هم انهم يجمعوا السماد ويكدسوه فوق بعضه وبعد كده يغطوه. بس المشكله ان هو شايف دلوقتي ان الاربعه اللي معاه دول ما همش كفايه لاعمال الزراعه بتاعته، خصوصا وان هو عايز يزرع كل الارض الصحراويه القاحله اللي هو واقف فيها دي، فعلشان كده هو محتاج عماله كتير، وده هيخليه يعمل حاجه هو ما كانش عايز يعملها لكنه مضطر يستخدم سلطته كملك شياطين علشان مشروع الزراعه بتاعه ده ينجح. وبينتقل بينا المشهد بعد كده في احياء الشياطين الفقيره. في احد البيوت ديت كان في شيطان زعلان جدا على بنته اللي بتكون عماله بتنده عليه وهي على الفراش بتاعها تعبانه. لما بيرد عليها وبيسالها هي عايزه ايه بيتعرفوا انها لما تموت من الاحسن ان هو ما يفضلش جعان وياكلها بدل ما حد غريب ياكلها. بيبص لها ابوها كده وبيقول لها انها ما تقولش الكلام ده، بتقوم هي مقاطعه كلامه وبتعرفه انها خلاص فقدت الامل، وكده كده هي اشتاقت لامها وعايزه تشوفها. وبنعرف ان في يوم من الايام كان في احد الشياطين العمالقه على وشك انهم ياكلوا البنت دي، لكن قبل ما الشيطانه ديت تاكلها جت امها وقفت في وش الشيطانه ديت وضحت بنفسها علشان بنتها تعيش، وفي النهايه الشيطانه العملاقه ديت اكلت امها. علشان كده بيفضل ابوها الشيطان يفهمها ان هي لو ماتت كده فيبقى تضحيه امها راحت على الفاضي، وبيقول لها ان هي كمان لو ماتت فمفيش سبب عنده ان هو يعيش. بس فجاه الشيطان ده في اللحظات التعيسه اللي هو كان فيها ديت بيسمع صوت حد فتح الباب بتاعه، فلما بيبص جنبه كده بيلاقي ملك الشياطين كريتوس معاه بال وزيفيريوس. وبكل جديه كده كريتوس بيقول لزيفيريوس وبال انهم يجيبوا الشيطان ده، وفي حين ما كان بال شال الشيطان ده كان عمال بيقول لهم ان هو خايف على بنته لانه لو سابها لوحدها كده الشياطين الاقوى منها هتاكلها. هنا كريتوس بيلف وشه كده وبيبص عليها، ولما بيبدا يركز في وشها بيفتكر ان هو لما كان بيلعب اللعبه زمان صادف الشيطانه ديت قبل كده وبدون اي رحمه ضغط L2 وبيخلص عليها، فنوعا ما هو حس بالشفقه عليها. علشان كده المعلم ده بيطلب من الجنود انهم يمنعوا الشياطين ياكلوا بعض، والشيطان اللي يفكر ياكل شيطان تاني يتم اكله. بعد كده كريتوس بيقول مع نفسه انه عارف انه بيستخدم سلطته بطريقه ديكتاتوريه بحته، بس هو محتاج يعمل كده علشان مشروع الزراعه بتاعه ينجح والكل يكون سعيد في النهايه. المهم في مساء اليوم ده كان كل الشياطين اللي جمعهم كريتوس عمالين بيشتغلوا وبيخلطوا في السماد اللي هو جابه، منهم الشيطان اللي شفنا
بنته من شويه اللي بيكون اسمه ديروك. ديروك كان عمال بيقول مع نفسه ايه فايده اللي هم بيعملوه ده، لان هو مش شايف الموضوع منطقي خالص، ومين اصلا المتخلف اللي يزرع في ارض صحراويه وجافه زي دي. فبيسمع كلام واحد من زمايله بيقول له يوطي صوته علشان ملك الشياطين لو سمع كلامه هيخلص عليه. ديروك بيبص لصاحبه بعد كده وبيقول لصاحبه ان هم لو استمروا على الحال ده هيموتوا كلهم في النهايه، وحتى لو افترضنا ان هم استصلحوا الارض ديت وخلوها مؤهله للزراعه فهيزرعوا ايه وهم ما بيمتلكوش حاجه، ما حرفيا فقراء جدا في ارض ملك الشياطين كريدوس. طبعا المعلم ده كان عمال بيتكلم براحته وما كانش متخيل ان كريدوس واقف وراه وبيقول له انت شكلك شيطان فضولي جدا. بعد كده كريدوس بيطلب منه انه يتبعه، في حين ما كان ديروك بيعتقد ان كريدوس هيخلص عليه، لكن في الحقيقه كريدوس كان عايز يوري الشيطان ديروك الحاجه اللي هو هيزرعها. الحاجه ديت هي كانت زهره شافها لما كان جنرالات الشياطين مستخبيين منه ورا الشجره. ديروك لما بيشوف ان كريدوس هيزرع الزهره ديت ما بيبقاش مصدق نفسه، بيبدا يفهم كريدوس ان هم ما ينفعش يزرعوا الزهره دي بسبب ان الزهره ديت مسممه. فبيروح كريدوس يخلع الزهره ديت واللي بتطلع انها بوتيتوز. بيعرف ديروك انه شغال حاليا على تجربه علشان يتاكدوا اذا كانت مسممه ولا لا. هنا ديروك كان عنده شويه فضول وبيسال كريدوس ايه هي التجربه اللي هو شغال عليها، فبيبص له كريدوس كده وبيقول له بنتك هتاكل البطاطا دي. طبعا الشيطان ديروك من كتر ما هو كان خايف على بنته فلوت بيتجه باقصى سرعه عنده للبيت بتاعه. فاول لما بيوصل هناك بيلاقي بال وزيفيريوس عمالين بياكلوا بنته البطاطا المسممه، وكان ديروك مصدوم من المنظر اللي هو شايفه، ان بنته طلعت بتاكل البطاطا بشكل عادي جدا. بتعرفوا ان البطاطا دي طعمها حلو وانها اخيرا بقت شبعانه. فهنا ديروك كان مصدوم لانه مش مصدق ان بنته ما اتسممتش وبقت كويسه. بعد كده بتبدا بنته فلوت تشرح له اللي حصل بالظبط، وهو ان من بعد ما كريدوس جاء اخده علشان يشتغل معاه مباشره جابوا لها الاكل ده وفضلوا ياكلوها. المهم كريدوس كان وصل للمكان وعمال بيقول للشيطان ديروك لو كان دلوقتي واثق فيه، وبيفهمه ان البطاطس ديت في الاساس هي احد الخضروات السامه جدا، لكن البشر بطريقه ما لما وصلت المجاعه للعالم قدروا ان هم يخلوا البطاطس دي صالحه للاكل. وبيقول بعد كده وهو متحمس ان دي هي الحاجه اللي هيزرعوها هنا في ارض الشياطين، اللي بالمناسبه طعمها مش وحش قوي، لا وكمان بتطبخ باكثر من طريقه، بس محتاج يوفر منها كميه الاول. فلوت هنا بتقطع تفكير كريدوس وبتفضل تقول له انها ممتنه جدا ليه علشان بياكلها الاكل الفاخر ده، وده خلى النظام يظهر لكريدوس وبيعرفوا ان في حد من الجيش بتاعه ممتن جدا ليه، فعلشان كده حصل على نقطه اتش بي. كريدوس لما بيشوف الرساله ديت من النظام بيبص لفلوت كده وبيفتكر انه لو ما كانش عمل اللي هو عمله دلوقتي كان زمان انتهى بيها الحال بالشكل اللي هو كان فاكره ايام ما كان بيلعب اللعبه وخلص عليها. وبدا يقول مع نفسه ان هو صحيح شرير بس مش وحش، علشان كده بيقرر يبتسم لها ويبين لها انه مش شخص شرير زي ما هم كانوا متخيلين. بس للاسف من كتر وشه المرعب والقبيح ده اعتقدوا كلهم ان هو شكله كده بياكلها لحد ما تسمن وبعد كده هياكلها. المهم في جزئيه هنشرحها في السريع كده علشان هنحتاجها في المستقبل، وهي ان الارض الشياطينيه اللي كريدوس موجود حاليا فيها اسمها ارض ملك الشياطين الاول تشافين دي وينتر، والارض دي متقسمه ل5 اجزاء. الجزء الاساسي اللي كريدوس فيها حاليا، وبعد كده 4 مناطق تانية. المناطق التانية اسمها منطقه النجمه الواحده، النجمتين، ال3 نجوم، ال4 نجوم. وبس كده. نرجع بقى يا معلم لديروك اللي كان عمال بيرتب البطاطس، وبعد ما بيخلص بينده على كريدوس. بالنسبه لكريدوس فهو بينده على بال وبيساله لو كان مستعد. اول ما بال بيقول له ان هو مستعد كريدوس بيقول له يجري يخلص عليهم، وبالفعل بيروح بال كده ينط في السماء وبيسحق البطاطس الغلبان. يبدا بعد كده كريدوس يفهمنا ايه التخلف اللي بيحصل قدامه ده، وهو ان ديت اسمها عمليه استخراج السموم، اللي بتكون عباره عن ان هو هيسحق البطاطس فتخرج منها السوائل السامه، بعد كده يسيب البطاطس في الصحراء علشان تتشمس كده والسموم تجف، وبعد كده تتجمد بسبب بروده الليل، وفي النهايه علشان ياكلوها يطبخوها او يشووها على نار هاديه. المهم كريدوس بعد كده بينده على زيفيريوس وبيقول له ينده دلوقتي على كل الشياطين علشان هيغديهم. بالفعل بيجي كل الشياطين وبيصطفوا قدام كريدوس، اللي بيعرفهم ان علشان الكميه تكفي الكل كل واحد هياخد له قطعتين بس يا حثاله. هنا زيفيريوس بيروح يقول لكريدوس قطعتين بس؟ انت شايف انك انت كريم قوي، ما احنا عندنا كميه في المخزن ما نطبخ لهم اكتر. بيبصوا له كده كريدوس وبيعرفوا ان هم لسه عندهم موال طويل علشان يزرعوا البطاطس ويكون عندهم اكتفاء ذاتي منها، ولما يحين الوقت ده يبقى كل الناس تاكل بطاطس براحتهم لحد ما يكرهوها ويملوا منها. المهم لما زيفيريوس بيقدم لهم البطاطس المسحوقه الشياطين فضلوا يقولوا مع نفسهم ان ده نبات سام، وان اغلب قرايبهم اكلوا منها وانتهى بيهم الحال ميتين. فبيقطع كلامهم ديروك وبيفهمهم انها امنه للاكل، ده حتى بنته اكلت منها، لان اكيد يعني اللورد الشيطاني كريدوس الشرير للدرجه دي علشان يخلص عليهم وهم بيشتغلوا له. بس صاحبه ده كان عنده وجهه نظر، بيقول له بص الوش كريدوس يتامل فيه، هل ده وش شخص طيب عايز ياكل الغلابه والمحتاجين؟ ده وش واحد اكل مال الفقير واليتيم. ديروك طبعا واثق في كريدوس من ساعه ما اكل بنته، علشان كده بياكل البطاطس على طول. اول ما بيعمل كده الشياطين كانوا مستنيين ان هو يموت، بس المعلم ده بيمضغ وبيبلع وبعد كده بيبكي من فرط اللذه. ده خلاهم كلهم يبداوا ياكلوا بدون تردد، ووجبه البطاطس ديت انتشرت ما بينهم باسم تيشونيو. المهم بعد كده بيصطفوا كلهم قدام كريدوس، وبدات كلهم ثقتهم تزيد
بيه، وكل ده بسبب ديروك. المهم بيبداوا كلهم يحيوه ويندهوا باسمه باعلى صوت، عمالين بيقولوا كريدوس كريدوس يس. فهنا كريدوس بدا يقول مع نفسه ايه الاسم ده؟ الاسم ده بيفكروا بلعبه جاد اوف وور. المهم زيفيريوس كان عمال بيقول مع نفسه ان في حاجه غريبه في ملك الشياطين، طبعه اتغير وبقى اكثر هدوءا وتواضعا، ده غير كمان ان هو بقى فاهم كيفيه الزراعه. المهم النظام بيظهر لكريدوس وبيقول له ان بقى في ناس كتير من الشياطين ممتنين ليه، وزادت الثقه والسعاده ما بينهم، علشان كده النظام بيديله 50 نقطه اتش بي، وبكده يبقى كريدوس معاه 51 نقطه. وبدا يفكر بعد كده المفروض يطور ايه في الاحصائيات والقوه بتاعته، لحد ما بيقرر ان خلاص هو مش محتاج يزود قوته حاليا، بيسيب موضوع زياده القوه ده لبعدين لما يحتاج، لان المهم عنده دلوقتي ان هو عايز يعمل فريق يظبط الشغل ما بين الشياطين. لحد ما فجاه هنا زيفيريوس بيقطع تفكيره وبيبدا يفهم الشياطين ان اللي هيشتغل هياخد اكل، وبيعرفهم ينشروا الخبر ده ما بين الشياطين، اللي هيشتغل معاهم هياخد وجبه بطاطس. وده خلى ان كل الشياطين اللي سمعوا بالخبر ده يبداوا يشتغلوا مع كريدوس ويجمعوا زهور البطاطس السام. وحتى هارتوك وسيرج برضه بداوا يشتغلوا باقصى قوتهم، رغم ان هم اساسا ما كانوش طايقين اللي بيعملوه. اما بالنسبه لاشورت فكريدوس بيجيبه وبيثبته في الارض، وبعد كده بيفضل يصعق فيه علشان ينشر النيتروجين في التربه. وبعد ما كريدوس بيعمل كده بيقول مع نفسه ان دلوقتي فاضل له خطوه واحده بس، بما ان السماد جاهز والتربه بقت مليانه نيتروجين، هو محتاج دلوقتي حد يحرث الارض بالسماد. بس المشكله ان عمال الشياطين ما عندهمش قوه كفايه يعملوا كده. حين ما كان بيفكر في الموضوع ده اشورت بينده عليه وبيقول له يقتله او ينزله بدل العذاب اللي هو فيه ده. فبيقوم كريدوس مكهربه وبيرجع بعد كده يكمل تفكيره، لحد ما بتجيله فكره ان هو يطلب المساعده من اسياد الشياطين اللي في المناطق الشيطانيه التانيه، اللي في منطقه النجمه والنجمتين والثلاث نجوم والاربع نجوم. بس زيفيريوس بيروح له وبيعرفه ان هو لما طلب المساعده من اسياد المناطق دي لحد دلوقتي مفيش حد رد عليه. فبدا كريدوس يعتقد بحسن نيه ان ممكن المرسولين اللي ارسلهم للمناطق الشيطانيه ديت انتهى بيهم الحال في الصحراء من كتر الجوع. وبينتهي بينا المشهد بعد كده في ارض الموت اللي هي ارض الشياطين نجمه واحده. كان هناك نائب سيد الاشباح بيكامير ان ملك الشياطين كريدوس بدا يزرع الارض بتاعته، وقدر كمان ان هو ينتج نوع من انواع الاكل اسمه البطاطس، وللاسف الاكل ده صالح للاكل. بيرد عليه سيد الاشباح ساراتول بيعرفه ان اللي بيعمله كريدوس ده ضد ارادته تماما، لان لو كريدوس منع ان الشياطين تموت فكده قوته هتضعف، لان بكل بساطه سيد الاشباح ساراتول بيتحكم في ارواح اشباح الشياطين، ومعنى ان مفيش ارواح شياطين يبقى كده جنوده هيقلوا. الفكره في ايه بقى يا معلم؟ ان بيكامير خلص على كل المرسولين اللي كريدوس ارسلهم، وبكده اسياد الشياطين التانيين ما يعرفوش ان كريدوس محتاج مساعده. سارتول بيقول لبيكامير ان هو دلوقتي محتاج يخلص على كريدوس، ولما يخلص على كريدوس هيبقى هو ملك الشياطين. عشان كده بينده على بيكامير وبيامره ان هو يروح ويدمر كل حاجه كريدوس عملها علشان يزرع الارض، ولو لقى اي محاصيل في ارض كريدوس يدمرها برضه. بينتهي بينا المشهد بعد كده عند اشورت اللي كان هيموت من البرد علشان هو يا دوب لابس شورت. بيكامير كان وصل عنده وما كانش متوقع ان كريدوس عمل من اشورت عبره لكل الشياطين علشان يفرض سيطرته. المهم بيكامير بيعرف ساراتول ان سيد الاشباح ساراتول اول ما يخلص على كريدوس هيعين اشورت واحد من الجنرالات بتوعه. وبعد كده بيكامير بيستدعي الاشباح اللي تحت سيطرته وبيامرهم كلهم انهم يدمروا الارض دي عشان ما تكونش صالحه للزراعه. وبالفعل بتبدا كل الاشباح اللي تحت سيطره بيكامير تدمر في الارض، لحد ما بيجي واحد من الاشباح كده اللي بيقطع تفكير بيكامير وبيعرفوا ان هم لقوا شويه حاجات غريبه مرميه على الارض، وبما ان الحاجات ديت متغطيه ده معناه ان هم بيحاولوا يعتنوا بيها، فعلشان كده بداوا يدمروها، ينشروا السماد في كل مكان وبيبداوا يبعتروه يمين وشمال في الارض، اي بمعنى تاني بيحرثوا الارض. في حين ما كان بيكامير متحمس كده ان هو عمال بيدمر في الارض بتاعت كريدوس، كان اشورت عمال بيتفرج على المشهد ده ومش عارف يقول له ولا ما يقولوش، لان اشورت كان شاف كريدوس عمال بيقول لزيفيريوس ان هم محتاجين حد ينشر السماد في المكان او يحرث الارض بالسماد بمعنى اصح. وهو دلوقتي شايف المتخلف بيكامير عمال بيحرث الارض باعتقاد منه ان هو كده بيدمرها. وبعد 4 ساعات في مدينه الشياطين جافيين دي وينتر، كان واحد من الاشباح اللي بيكون اسمه 1341 عمال بيسال نفسه هو ايه المغزى من كل الحاجات اللي هو عمال بيعملها دلوقتي. فبيرد عليه صاحبه الشبح رقم 2718 بيفضل يقول له ان هو ما يتكاسلش ويبدا الشغل بتاعه حالا، يدمر الارض ويرمي السماد في كل مكان. فهنا الشبح رقم 1341 كان مستغرب ان الشبح رقم 2718 اول مره في حياته يشتغل بضمير وذمه، فكان عمال بيتساءل يعني ليه الشبح رقم 2718 بيشتغل بضمير على غير عادته. بيقف كده الشبح رقم 2718 وبيقول لصاحبه وهو عمال بيبتسم كده ان هو لسبب ما حاسس بالرضا وكانه عمل انجاز او حاجه مهمه. الشبح رقم 1341 ما بيبقاش فاهم صاحبه قصده ايه، وبيبدا يعتقد ان صاحبه كده اتجنن من كتر الشغل، فبيقرر بعد كده يتجنن معاهم ويبدا يدمر في الارض ويرمي السماد يمين وشمال. بس في حين ما هم كانوا عمالين بيحرثوا الارض ما خدوش بالهم ان الصباح كان حل عليهم واشعه الشمس كانت بدات انها تدمرهم. وفي حين ما هم كانوا عمالين بيتلاشوا من المكان كانوا عمالين بيقولوا مع نفسهم انهم حاسين انهم عملوا انجاز مهم جدا في حياتهم. وبعد كده بتختفي وتتلاشى كل الاشباح من المكان بعد ما حرثوا الارض كويس جدا. في الوقت ده كان بيكامير عمال بيتفرج عليهم من بعيد وهو عمال بيعيط وبيقول ان هو مش هينسى
هينسى تضحيه جنوده طول ما هو عايش، هو بس مستني دلوقتي يشوف ردة فعل كريدوس على اللي عمله ده. وفي الوقت ده في احد المخازن اللي كريدوس عملها، المعلم كريدوس مع الشياطين قدر يجمع اكبر كميه بطاطس مسممه في المخزن ده علشان يزرعها. وبيعرف بعد كده زيفيريوس ان البطاطس ديت في حاله سبات حاليا، بس زيفيريوس ما بيفهمش يعني ايه سبات، فبيضطر كريدوس ان هو يبدا يشرح له ايه هو السبات البطاطساوي. السبات البطاطساوي بكل بساطه هو ان البطاطس المسممه بتكون لا بيها ولا عليها، نايمه في امان الله، تيجي انت كده يا معلم تشدها من الارض وتخوفها، فده بيخليها غصب عنها يعني يجي لها سكته قلبيه وتدخل في غيبوبه طويله الامد. وطول ما هي في الغيبوبه ديت للاسف يعني مش هيقدروا يزرعوها لانها بكل بساطه مش هتنبت. فعلشان كده بيتم حفظ البطاطس في مكان حرارته بتكون مستقره، على سبيل المثال 5 درجات مئويه لمده اسبوعين او 3 اسابيع لحد ما يبدا يظهر في البطاطسايه البراعم، وبعد كده ينفع انها تتزرع. بس المشكله اللي هتواجهه حاليا هو انه مش عارف يطلب من سيرجي تستخدم طاقه الجليد بتاعتها وتخلي المكان بارد، لانها متعصبه جدا منه من ساعه ما خلاها تخلط السماد بسيوفها. نفس الكلام برضه مع هارتوكي، كان كريدوس خايف يطلب منه المساعده علشان كريدوس كان خلى هارتوكي ينشر الضباب والميه بتاعته في كل مكان، وده خلى ريحه السماد بقت لا تطاق بالنسبه لهارتوكي. وبعيدا عن البطاطس اللي هو مضطر يستنى لحد ما يطلع لها براعم، الا ان هو بيرجع يفكر في الموضوع الاساسي، وهو انه محتاج حد يحرث الارض بالسماد. بس للاسف الجنود والمزارعين بتوعه ما عادوش يقدروا يشتغلوا ولا يتحركوا حتى، فعلشان كده المعلم ده بيقرر على الاقل ان هو يروح المزرعه بتاعته ويبدا يحقن الارض بالنيتروجين او يجلد اشورت بالكهرباء بمعنى اصح. لكنه اول ما بيوصل هناك بيلاقي ان الارض اتحرثت، لا وكمان لما بيبدا يركز كده في الارض بيلاقي ان هي اتحرثت كويس جدا والتربه كمان بقت مدموجه بالسماد. فهنا هو كان مصدوم ازاي الموضوع ده حصل، وبدا يفكر مع نفسه كده لو كان مثلا يعني هل ممكن اشورت يكون فك نفسه علشان يحرث الارض وبعد كده ربط نفسه مره تانية على العمود. في حين ما كان كريدوس عمال بيفكر في الموضوع ده، كان بيكامير عمال بيراقبه من بعيد وشايف ان كريدوس مصدوم من اللي حصل. فعلشان كده بيكامير كان فرحان جدا في اعتقاد منه ان كريدوس دلوقتي زعلان ان الارض بتاعته اتدمرت. بس اللي بيكامير ما كانش يعرفه وهو عمال بيراقب كريدوس ان بال عمال بيراقب بيكامير اللي عمال بيراقب كريدوس وهو فرحان. بال بياخد بيكامير وبيروح يعرف كريدوس ان هو كان عمال بيراقبهم من بعيد. فبيقوم كريدوس سائل بيكامير هو كان عمال بيعمل ايه هنا، وبيقوم مديله بالبوكس في وشه. فهنا بيجي زيفيريوس وبيقول له انت بتضربه ليه، وهو ما لحقش يرد عليك. كريدوس بيعرف زيفيريوس ان من الواضح جدا ان بيكامير مخبي حاجه، فاكيد يعني بيكامير مش هيعترف بسهوله، وعلشان كده من الاحسن ان هم يضربوه قبل ما يتكلموا وبعد كده يبقوا يتكلموا. بيكامير بيكون لسه رايح يقول لهم ان هو عمره ما هيعترف، بس بيلاقي كريدوس ما سابوش حتى يكمل الجمله بتاعته وبينزل فيه تلطيش يمين وشمال، لدرجه ان كريدوس بيفضل يضرب فيه لمده ساعه تقريبا. وفي النهايه بينتهي الحال بان كريدوس تعب وبيكامير ما اعترفش، وعلشان كده كريدوس بينده على النظام وبيطلب منه انه يفتح له قائمه احصائيات قوته. ولما بيفتح له النظام قائمه الاحصائيات بتاعته، بيقرر كريدوس ان هو يستخدم 50 نقطه الاتش بي اللي عنده علشان يرقي قدرته على التحمل وتوصل لحد 30%. وبيفضل بعد كده يضرب في بيكامير لمده ساعتين، وفي النهايه يعني بيكامير اعترف بكل حاجه. وبيعرف كريدوس ان سيد الاشباح ساراتول طلب منه ان هو يدمر مشروع كريدوس في الزراعه. بعد كده بيروح كريدوس وزيفيريوس القصر الشيطاني. هناك زيفيريوس بيفضل يعرف كريدوس ان من الواضح كده ساراتول عايز يخون كريدوس. كريدوس بيقوم معرفه ان ده شيء منطقي جدا ان هو يخون كريدوس علشان مش عايز الشياطين يعيشوا، لان بكل بساطه الجنود بتاع ساراتول هم عباره عن اشباح الشياطين اللي بيموتوا في المنطقه الشيطانيه. بعد كده زيفيريوس بيعرف كريدوس ان دي هتكون فرصه ليهم انهم يخلوا ساراتول عبره لكل شياطين المناطق المختلفه. كريدوس فضل يفكر في الفكره بتاعت زيفيريوس وكان عمال بيقول ان هو مش عايز يدخل في مشكله مع ساراتول، بس المشكله ان كريدوس لو ما عملش حاجه ساراتول اكيد كل شويه يحاول يبوظ مشروع الزراعه بتاع كريدوس. ان زيفيريوس بيفضل يقول ان اكبر مشكله هتقابلهم في مواجهه ساراتول ان هم مش هيعرفوا يمسكوه، لان لما بيتحول للهيئه الشبحيه بتاعته بكل بساطه بيكون غير ملموس. هنا بتيجي فكره جديده لكريدوس، بما انهم ما ينفعش بشكل مباشر يروحوا يواجهوا ساراتول، فليه ما يخلوش ساراتول هو اللي يجي يواجههم. بينتهي بينا المشهد بعد كده عند فلوت اللي كانت واقفه في المزرعه بتاعت كريدوس وعماله بتبص على اشورت اللي كان مربوط على العمود، واللي برضه كان متضايق جدا منها وبيسالها هي بتبص عليه ليه. في البدايه هي كانت متوتره ومش عارفه تقول له ايه، لكنها في النهايه بتقول له انها جايه تشكره علشان شايفه ان هو عمال بيضحي ليهم وبيتكهرب في سبيل انه ينتج لهم اكل في المستقبل. دي حاجه كانت عصبته جدا لان البنت المتخلفه ديت جايه تشكره علشان بيتم جلده من كريدوس كل يوم. بيبدا بعد كده يهددها وبيقول لها انها لو ما مشيتش من قدامه حالا فاول ما يتحرر هتكون هي اول واحده يخلص عليها. وبيفضل بعد كده يفكر في كريدوس الذل والمهانه اللي عمال بيعملها فيه، لازما اول ما يتحرر يروح يخلص عليه. لحد ما فجاه بيسمع صوت شخص جاي من بعيد بتقطع افكاره الشريره دي، فلما بيبدا يركز كده بيسمع صوت كريدوس، فبيحاول يركز اكتر بيسمع صوت كريدوس بيقول ان في احتفال. ولما بيركز اكتر بيلاقي ان كريدوس جايب بيكامير وحطه هو كمان على عمود طويل. فهنا شورت بيقول استنى كده لحظه واحده، هو ده معناه ان كريدوس هيحررني؟ المعلم كان طاير من فرحه وكان بيعتقد ان كريدوس هيجيب بيكامير ويحطه بداله.
بس لا، كريتوس بيحط بيكامير جنب اشورد. وبعد كده كريتوس بيفعل المهاره بتاعته وبيفضل يجلد فيهم هما الاثنين. المهم في الاثناء ديت في مدينه الاشباح بيجيب سرطول البلوره السحريه بتاعته علشان يتفقد لو كان بيكامير خلص المهمه ولا لا، لكنه بينصدم وبيفضل يعيط اول ما بيشوف صاحب عمره عمال بيتعذب من كريتوس. وكريتوس طبعا لما كان عمال بيجلد بيكامير بالدماء الكهربائيه كان اخد باله ان الخطه بتاعته ماشيه زي الفل، لانه اخد باله ان الطائر الشيطاني بتاع سرطول عمال بيتجسس عليهم، فاكيد سرطول دلوقتي شايفهم من البلوره السحريه بتاعته. بيمر الوقت وبيعدي ساعتين من تعذيب كريتوس لبيكامير، وبنشوف بعد كده فلوت اللي كانت عماله بتفحر في الارض. اشورت كان اخد باله منها، ولما بدا يركز كده في ايديها بيلاقي ان ايديها مجروحه جدا وشكلها متبهدله، فعلشان كده بينده عليها وبيسالها هي عماله بتعمل ايه. تبدا فلوت تفهمه انها علشان شافت ملك الشياطين كريتوس والجنرالات الشياطين الاربعه، اغلب الشياطين اللي في المدينه كلهم بيحاولوا يساعدوا كريتوس علشان يقدروا يزرعوا الارض ديت، فقررت انها تساعدهم بقدر الامكان. بيتريق عليها وبيفضل يقول لها ان هو غبي، وبيقوم معرفها ان بيكامير المتخلف هو اللي حرس الارض كويس جدا مع الاشباح بتوعه، وكان معتقد انه كده بيدمر المزرعه بتاعت كريتوس. بتتجاهل فلوت كلام اشورت وبتروح تشكر بيكامير علشان حرس الارض، وكمان علشان بقى المزوخي التاني متعلق على العمود بيتكهرب هو واشورت علشان يحقنوا الارض بالنيتروجين. ورغم ان بيكامير كان عمال بيتهزق الا انه كان مبسوط جدا علشان فلوت شكرته. المهم يعني هنا بيقرر اشورت يحاول يحبط البنت دي، وبيبدا يقول لها انهم مش هيعرفوا يزرعوا البطاطس، ان الارض دي قاحله وعمر ما في ملك شياطين قدر ان هو يزرعها. بس برضه رغم كده بتتجاهل فلوت كلامه وبتغادر المكان، وبتسيب اشورت عمال بيقول مع نفسه انها شيطانه متخلفه عندها امل كبير قوي في كريتوس. المهم بيمر الوقت في مدينه شافين دي وينتر، وبنشوف زيفيروس عمال بيقول لكريتوس انه مش متاكد ان خطه كريتوس هتنجح، وان مستحيل يعني سرطول يجي بنفسه علشان ينقذ بيكامير. بيرد عليه كريتوس وبيفهمه اللي هيحصل دلوقتي. بكل بساطه سرطول مش هيجي بنفسه، لكنه هيبعت اتباعه علشان يحاولوا ينتقموا من كريتوس وبعد كده ينقذوا بيكامير. لكن طبعا كريتوس مش غبي، وعلشان كده خلى بال يقف ويراقب بيكامير هو وجنود الشياطين اللي قلبهم مزارعين. الوقت ده برضه كان لسه الطائر الشيطاني عمال بيتجسس عليهم، وسرطول شايف عن طريقه كل حاجه. المهم سرطول بيفضل يقول مع نفسه ان هو فاهم كريتوس بيفكر في ايه. سرطول معتقد ان كريتوس حط اقوى جنوده عند بيكامير، في اعتقاد من كريتوس ان سرطول هيبعت الجنود بتوعه الاول علشان يحرروا بيكامير، لكن في الحقيقه ده ما كانش هدف سرطول الاساسي. هدف سرطول الاساسي هو بكل بساطه تدمير الحصاد، البطاطس اللي كريتوس بيخزنها في المخزن بتاعه علشان يزرعها. فعلشان كده سرطول كان مجهز جيش من اطياف الشيخوخه وامرهم انهم يدمروا مخزن البطاطس بتاع كريتوس. لكن اول ما اطياف الشيخوخه بيدخلوا جوه المخزن بيسمعوا صوت كريتوس اللي كان بيقول لهم ان كل حاجه ماشيه زي ما هو مخطط بالظبط. بينصدموا من وجود كريتوس في المكان اللي بيقول لهم ان هو النهارده هيموتهم، رغم ان هم اشباح وميتين اصلا، بس النهارده هيموتهم. المهم كريتوس بيقول ان هو على حسب ما يتذكر لما واجه الاطياف ديت زمان حرفيا طلعوا عينه بسبب ان هم اقوياء جدا وكمان عددهم كبير. والمشكله مش هنا، المشكله في ان لما كريتوس زمان كان بيحاول انه يخلص عليهم كان بينتهي الحال بيه انهم بيمتصوا عمره وبيخلوه عجوز. ومش كده وبس، دول كمان كانوا بينسخوا كل مهاراته. طبعا هو في الوقت ده كان يأس وما كانش عارف يهزمهم ازاي، بس بعد ما شاف شروحات في اليوتيوب ولعب اللعبه كتير جدا اكتشف انه علشان يخلي اجسادهم ملموسه كل اللي عليه يعمله انه يضربهم بالبرق، وعلشان كده بيجهز ضربه الدماء الكهربائيه بتاعته. اطياف الشيخوخه لما بيشوفوا ان كريتوس بيجهز ضربه الدماء الكهربائيه بتاعته بيخافوا، وفي منهم اللي بدا يهرب اساسا. انا كريتوس بيبتسم ابتسامه مرعبه وبيقول لهم ان دخول الحمام مش زي خروجه، لان كريتوس كان مخطط لكل حاجه، وعلشان كده هو مغرق المخزن كله بدمه علشان لما يبدا يفعل هجوم الدم الكهربائي بتاعه ويوجهه ناحيه الارض كل الدماء اللي كان رماها في كل مكان بتتفاعل عليها المهاره الكهربائيه، وده خلاه قدر يكهرب كل اطياف الشيخوخه اللي في المكان. وفي حين ما كان عمال بيكهرب في اطياف الشيخوخه ينده كريتوس بعد كده على جنود المزارعين بتوعه وبيعرفهم انهم خلاص دلوقتي يقدروا يهجموا على الاطياف دي بكل سهوله. فاول ما كريتوس بيقول كده يا معلم بنلاقي ان الشياطين المزارعين عمالين بيكسروا المخزن وبيدخلوا من كل مكان وبداوا يهجموا على اطياف الشيخوخه اللي كانوا مرعوبين منهم. كريتوس كان عمال بيقول مع نفسه ان جنود الشياطين المزارعين بتوعه ما عندهمش قدرات خاصه لانهم شياطين من المستويات الدنيا، ولكنهم دلوقتي يقدروا يلمسوا اطياف الشيخوخه، هيكون سهل عليهم جدا ان هم يفشخوهم، لان من حيث القوه البدنيه فجنود المزارعين بتوعه اقوياء جدا من بعد ما بداوا يشتغلوا في الزراعه مع كريتوس. بعد كده كريتوس بيقول مع نفسه ان هو حاسس انه مناسب في العالم ده. حرفيا انا فاهم كل حاجه وعارف الدنيا ماشيه ازاي وعارف القوانين ومحدش يقدر يهزمني، بس لحظه واحده لسه في طيف شيطاني ما اتضربش بالكهرباء، فعلشان كده لسه في هيئته الشبحيه. اخد باله برضه من حاجه تانية، وهي ان فلوت عماله بتلعب في البطاطس. طيف الشيخوخه ده كان متجه
وبيتجه ناحيتها علشان يمتص حياتها. هنا كريتوس كان محتار مش عارف يعمل ايه، مش هيقدر ان هو يوصل لفلاوت وينقذها في الوقت المناسب، علشان كده بيقرر في محاوله يائسه منه انه يمسك بطاطسايه وبيرميها على طيف الشيخوخه. كان عمال بيقول في نفسه انه اكيد يعني البطاطسايه دي مش هتعمل اي حاجه، لكن فجاه البطاطسايه اول لما بتلمس طيف الشيخوخه بيبداوا يندمجوا هما الاثنين. البطاطسايه بتكون كبرت في السن تقريبا بتاع اسبوعين 3، بالنسبه لطيف الشيخوخه فهو كان نسخ هيئه وشكل البطاطسايه وما عادش له اي لازمه. المهم كريتوس بعد كده بيروح يركز في البطاطسايه اللي رماها على الطيف وبياخد باله ان بقى فيها براعم، يعني بقت صالحه للزراعه. هنا فهم ان اطياف الشيخوخه مش بس بيكبروا البشر والكائنات الحيه، لا ده كمان ممكن يكبروا الفواكه والخضار زي البطاطس. المهم كريتوس بعد كده بيروح يمسك فلاوت، يبتسم لها ابتسامه كلها حب وحنان وبيشكرها لانه ما كانش هيقدر يكتشف الحاجه ديت لولاها، ده في حين ما هي كانت اصلا مرعوبه بسبب وشه القبيح ده. المهم كريتوس بعد كده بينده على كل جنوده المزارعين، بيمسك البطاطسايه ديت وبيقول لهم انهم خلاص مش مضطرين يستنوا سرطول يهجم عليهم، دول هم اللي هيهجموا على سرطول باستخدام السلاح السري بتاعه. ياب يا عزيزي انها البطاطس. اليوم اللي بعد كده في المزرعه بتاعت كريتوس كان اشورت بدا يهلوس وبيسال نفسه اسئله مصيريه، انا مين؟ انا فين؟ انا ليه هنا؟ هو انا بعمل ايه؟ ايه المغزى من حياتي؟ انا بقيت عباره عن عمود وبقى بيتم جلد كل يوم. بس التفكير المصيري ده بيقطعه لما بيسمع صوت كركره بطنه وبيقول مع نفسه كده انه شكله هيموت في النهايه من الجوع، لحد ما بيلاقي فلوت قدامه جايبه له طبق من البطاطس المفشوخه وبتفضل تقول له ان هو بفضله عملوا كل حاجه ولولا ما كانوش هيعرفوا يملوا الارض بالنيتروجين وقدروا يهزموا اطياف. شورت ما كانش مهتم بالكلام ده وما كانش عارف يسمعها اساسا، وكل تركيزه كان على البطاطس. جعان يا معلم، الجوع كافر، كل اللي في دماغه انه عايز ياكل. بدا يضحك ضحكات هستيريه ويقول بعلى صوت بطاطس بطاطس. فلوت لما بتشوفه بالمنظر ده بتقول له انت مش انت وانت جعان، علشان كده بتمسك بطاطسايه وبترميها له في بقه، بس للاسف بتيجي في عينه. بيتعصب منها وبيقول لها انه اول ما يتفك من هنا هتكون اول واحده يموتها، بس هي بتقول له انت مش انت وانت جعان، خد بطاطسايه، وبترميها بس بتيجي برضه في عينه الثانيه. بعد محاولات كتير بتقدر انها تديله بطاطسايه في بقه. ايه ده، البطاطس طلع طعمها حلو قوي. هنا بيظهر النظام وبيقول لكريتوس مبروك، في شيطان اكل بطاطسايه وعجبته جدا، علشان كده النظام بيضحي وبيعطي لكريتوس نقطه اتش بي واحده. اصبح نقاط الاتش بي الاجماليه بتاعت كريتوس 302. هنا كريتوس كان مستغرب شويه وبيقول ان هو عنده 300 جندي، البنت اللي اسمها فلاوت وصل منهم على 301 نقطه اتش بي، بس يا ترى منين النقطه اللي هو اخدها دلوقتي؟ بيتجاهل الموضوع وبيفضل يقول مع نفسه انه مش مهم دلوقتي. بينده بعد كده على الشياطين وبيقول لهم انتوا مش كنتوا عايزين تحاربوا؟ خلاص احنا هنحارب النهارده. طلع ان هو اخد الجنود بتوعه اتجه ناحيه مدينه الاشباح بتاعه سرطول وتحديدا عند القصر بتاعه، لكنه اول لما بيوصل للجسر اللي هيدخلهم القصر بيلاقي اشباح سرطول بيقطعوا الجسر، حين ما كانوا عمالين بيتريقوا على كريتوس، لكنهم فجاه بيلاقوا كريتوس بينط ناحيتهم. في البدايه هم كانوا خايفين وبيعتقدوا انه كريتوس هيخلص عليهم، لكنهم بيلاقوا كريتوس بيقع لتحت، علشان كده سخسخوا على نفسهم من الضحك وبيكملوا تريقه على كريتوس. ما كانوش متخيلين ان في النهايه كريتوس هيموت كده بكل سهوله. بس لحظه ثانيه واحده، اخدوا بالهم من حاجه، وهو ان كريتوس عمل جليتش الهدوم ولزق في الجدار مره تانية. بيبدا الشبحين دول يسالوا نفسهم هو كريتوس بيعمل ايه، كانهم بيلاقوا كريتوس متجه ناحيتهم وهو عمال بيعمل الجليتش وعمال بيقرب منهم شيئا فشيئا لحد ما بيطلع وبيوصل لهم. بعد كده كريتوس بيبص ناحيه زيفيريوس وبيقول له ما ينساش الخطه وينفذها زي ما قال له. بعد كده بينطلق كريتوس في قلعه سرطول، كان عمال بيقول مع نفسه انه هيستغل ان البطاطس تبقى نقطه ضعف اطياف الشيخوخه. في الوقت ده كان سرطول عمال بيراقب وبيعرف الاطياف والاشباح بتوعه ان كريتوس مش معاه اي سلاح وجاي لوحده وكمان ما معوش البطاطس، فعلشان كده بيهجم كل اطياف الشيخوخه على كريتوس مره واحده. وهنا كريتوس بيقرر يستخدم الحركه السريه بتاعته، ياب يا عزيزي المشاهد، جليتش الهدوم. يتسلق الجدار كده وبيلزق فيه وبيبدا يفعل الجليتش لدرجه ان هو بيدخل جوه الجدار تماما، يخلي الاطياف مصدومين. امتى كريتوس بقى بيقدر يخترق الجدران زي الاشباح؟ بيستمر كريتوس بقى على هذا المنوال عمال بيعمل الجليتش ده وكل الاطياف بتحاول انها تمسكه بس محدش بيعرف. في حين ما كان كريتوس عمال بيهرب منهم كان عمال بيقول مع نفسه ان هو لعب اللعبه ديت كتير جدا، حافظ حرفيا كل الاماكن السريه والطرق وكل حاجه. وفي النهايه بيوصل كريتوس لمكان مسدود، فاعتقدت اطياف الشيخوخه ان كريتوس كده ما عادش عنده مكان يهرب له، علشان كده بيروح كلهم يخلصوا عليه. بس هنا كريتوس بيعرفهم انهم وقعوا في الفخ بتاعه، وفجاه كلهم بيسمعوا صوت زيفيريوس اللي بيطلب من كل جنود المزارعين انهم يهجموا. بالفعل بدا كل المزارعين يهجموا على اطياف الشيخوخه باستخدام البطاطس، وبدات اطياف الشيخوخه يندمجوا مع البطاطس غصب عنهم، وانتهى بيهم الحال كلهم انهم خلوا كل المحصول بتاع البطاطس اللي عند كريتوس اصبح جاهز كله للزراعه. في الوقت ده بيبدا زيفيريوس يفهمنا هو ايه اللي حصل بالظبط. نعرف ان كريتوس كان اتفق مع زيفيريوس انه هيخلي كل اطياف الشيخوخه يهجموا عليه، فاعطى لزيفيريوس خريطه لقلعه سرطول. الخريطه ديت كانت مليانه بكل الاختصارات السريه اللي كريتوس يعرفها. اما بالنسبه لكريتوس فهو اكتشف ازاي الاماكن السريه ديت عن طريق لما كان زمان بيلعب بمو كينجي، كان دايما المعلم ده بيحب يعمل المهمات الجانبيه. انتهى بيه الحال بيكتشف جدار شكله غريب عن بقيه الجدران بتوع قلعه
قلعة ساراتول، فعلشان كده بيقرر يكسر الجدار ده. اكتشف عن طريقه الممرات السرية اللي في قلعة ساراتول، وبيقول كمان ان هو لما كان بيستكشف في القلعة زمان وجد صندوق غريب لما بيفتحه بيلاقي فيه اكسير اسمه اكسير التحول، فهو ممكن يبقى يدور على الاكسير ده بعدين. المهم كريتوس في اثناء تفكيره ده فجأة بيسمع صوت ديروك اللي كان فرحان جدا هو والشياطين علشان اخيرا البطاطس بقت جاهزة للزراعة يا معلم، وده معناه ان بنته هتاكل وكل الشياطين هياكلوا. كريتوس اول ما بيسمع الكلام ده بيفتكر كلام جدته، لما كان دايما بيروح لجدته يقعد معاها زمان كانت دايما بتقول له انها مجهزه له الوجبه المفضله ليه، لكن في يوم من الايام ويشاء القدر بتموت جدته بعد ما غدته. كانت اخر حاجه بتفكر فيها انها كانت لازم تاكل حفيدها، علشان كده بيبدا يعرف الجنود بتوعه ان اللي هيفكر يمنعهم انهم ياكلوا او يزرعوا ويعيشوا حياه كريمه هيخلصوا عليه. المهم في الوقت ده كان ساراتول عمال بيجهز الطقوس الغريبه بتاعته عند قلب روح الجليد. خلاص ساراتول كان على وشك يخلص التعويذه بتاعته اللي هتخليه يجمد المكان كله، الا وفجاه بيظهر كريتوس وبيديله بالرجل في وشه. ساراتول هنا مصدوم مش فاهم ازاي كريتوس قدر يلاقي المخبأ السري بتاعه. كريتوس ما بيردش على السؤال بتاعه وبيعرفه ان هو جاي ياخد حقه بدراعه. انت ازاي جيت هنا؟ انت مفكر انك هتقدر تهزمني؟ مستحيل تقدر تهزمني لوحدك لانك ما شفتش قوتي الكامله. لكن كريتوس كان عمال بيقول مع نفسه ان هو شاف قوته الحقيقيه وهزمه 19 مره. 19 مره دول لما كان كريتوس بيواجهه باستخدام جسم موكنجي، كان كل مره بيهرب ساراتول في انحاء القلعه كلها وبينتهي بالحال في الغرفه اللي هم فيها ديت، علشان كل مره كان ساراتول بيحاول يستخدم القلب بتاع روح الجليد اللي بيقال ان فيه تنين اسطوري صنعه. المهم كريتوس بيقول مع نفسه دلوقتي ان المفروض ساراتول يستخدم القدره المميزه بتاعته، وهي ان ساراتول بينسخ شكل كريتوس وقوته وكل حركاته. كريتوس هنا بيقول ان زمان لما كان بيلعب بجسم موكنجي ساراتول كان ينسخ جسمه وكل تحركاته ومهاراته، ده معناه ان الاتنين متساويين في كل حاجه، اللي هو ضربه واحده من كل واحد فيهم ويخلص على التاني. لكن هنا كريتوس كان عمل حساب الموضوع ده ويساب ساراتول ينسخه كده بكل سهوله. في حين ما كان كريتوس عمال بيفكر في الخطه بتاعته ساراتول بيروح يهجم عليه، بس هنا بيظهر النظام وبيقرر كريتوس انه يستخدم 50 نقطه اتش بي علشان يزود سرعته بنسبه 10%، واول لما بيعمل كده بيقدر يتفادى الضربه بتاعت ساراتول بكل سهوله وبيقوم مديله بالبوكس في بطنه. فبيحاول ساراتول مره تانية ان هو يوجه لكمه لكريتوس، بس كريتوس بيمضي على النظام وبيطلب منه يستخدم 50 نقطه اتش بي بيزود له القوه البدنيه بنسبه 10%. وهنا كريتوس وساراتول بيوجهوا الضربتين بتوعهم لبعض، بس كريتوس ما بيحسش بحاجه، في حين ما كان ساراتول عمال بيتألم وبيسأل نفسه هو ليه مش حاسس بحاجه. بس مش مهم، بيستعد ساراتول بعد كده علشان ينفذ الهجوم المميز بتاع كريتوس وهي ضربه الدماء الكهربائيه. بس هنا كريتوس بيستخدم 100 نقطه اتش بي عشان يزود قوته السحريه بنسبه 10% ويزود قوته العقليه برضه بنسبه 10%، وبيبدا بعد كده هما الاثنين بيوجهوا لبعض ضربات الدماء الكهربائيه. ان انتهى الحال بساراتول مش قادر يتحمل الضربه بتاعت كريتوس، وفي النهايه بيبدا يذوب لحد ما بيبقى عامل شبه المايه. وهنا بيظهر النظام. يعرف كريتوس ان هو علشان رقى كل المهارات بتاعته وخلاهم كلهم يوصلوا لنسبه 30%، فعلشان كده مبروك يا معلم انت حصلت على مهاره جديده. المهاره ديت بكل بساطه هي مهاره استدعاء عرش المزارع. للاسف كريتوس لما بيشوف ان المهاره دي هتكلفه 100 نقطه اتش بي علشان يفتحها بيقرر ان هو ما يسيبهاش حاليا ويفتحها بعدين. في حين ما كان عمال بيفكر كده فجاه بيسمع صوت ساراتول بيبدا يتحول لشكل تاني وبيقول لكريتوس انت مفكر انك بكل سهوله كده خلصت عليا؟ فبيرد عليه كريتوس وبيقول له لا، هو عارف انه ما خلصش عليه لان اغلب الزعماء في الالعاب كلها تقريبا بيكون لهم اكتر من شكل او فيز. المهم يعني ده بيكون الفيز التاني بتاع ساراتول وهو تنين الشر القديم. يبص له كريتوس كده باندهاش وبيقول له واو انت شكلك اقوى مني. علشان كده كريتوس كان عامل حسابه لان فجاه بال بيكسر الباب وبيدخل المكان. بعد كده كريتوس بيبدا يبتسم لساراتول وبيطلب منه انه يستعد علشان هيفشخوه دلوقتي، لو ما قدرش يقاوم فمن الاحسن انه يستمتع. هنا ساراتول كده ما بيبقاش عارف يقول ايه، وفي النهايه بيقول لكريتوس بقول لك ايه، هتستهدى بالله كده ونحل الموضوع بشكل ودي، يعني الدنيا مش مستاهله، احنا في النهايه يعني شياطين زي بعض. لكنه ما بيكملش كلامه الا وفجاه بيلاقي كل جنود كريتوس بيهجموا عليه، في حين ما كانوا عمالين بيضربوه كده كانوا عمالين بيهزقوه. بقى انت بقى اللي عايز تبوظ الزراعه بتاعتنا. المهم يعني بيعدي وقت كتير جدا وهم عمالين بيضربوا فيه. كريتوس كان بدا يزهق، اما صحيح يعني كانوا محتاجين يضربوه علشان يفكوا عن نفسهم شويه، لكن الموضوع كده هيطول وهو عايز يخلص الموضوع ده بسرعه، فعلشان كده بيقرر ان هو ما يستبخلش وبيستخدم ال 100 نقطه اتش بي اللي عنده عشان يفتح مهاره عرش المزارع. اول لما بيستخدم المهاره ديت بيبدا يظهر نور من فوق قلعه ساراتول، وده كان نور عرش المزارع اللي بيكون موجود فيه كل ادوات الزراعه اللي تعرفها ولا ما تعرفهاش يا عزيزي المشاهد، وبتكون كلها متجهه ناحيه ساراتول علشان تنزل فوق كده يا معلم وتفشخه، لدرجه ان من قوه العرش ده بيبخر ساراتول. المهم يعني بيبدا الشياطين بعد كده يحتفلوا، يقولوا بقى ان كريتوس جامد وفشيخ جدا وخلص على ساراتول بضربه واحده. ده في حين ما كان كريتوس عمال بيقول عليهم
متخلفين، لكنه بيقرر يحتفل معاهم علشان هو مش راجل نفسيه وفرفوش. في الوقت اللي هم عمالين بيحتفلوا فيه في قلعه ساراتول، كان اشورت اخد باله من حاجه لما بيبص لبيكامير. بيكامير كان بدا يتحول لروح ويطير، وبيختفي بيكامير من المكان. المهم نرجع لكريتوس اللي كان عمال بيعد الانجازات بتاعته بقى يا معلم. بيقول ان دلوقتي هو بقى معاه بطاطس وبقت جاهزه للزراعه. الشخص الخنزير اللي كان عمال بيبوظ عليه كل حاجه خلص عليه. ده معناه يا معلم انهم جاهزين دلوقتي علشان يزرعوا بوتيتوز. لكن فجاه كريتوس بيسمع صوت غريب. لما بيبص وراه بيلاقي ان ده صوت بلورة الجليد السحريه. كمان النظام بيظهر لكريتوس. النظام بيعرف كريتوس ان هو كان هزم ساراتول زمان 19 مره، وبعد ما هزم المره دي يبقى كده هزمه 20 مره. فعلشان كده كريتوس استوفى شروط فتح بلورة الجليد السحريه. يقرب بعد كده من البلوره وبيبدا يركز فيها لحد لما بيخرج من البلوره دي تنين صغير اسمه تي بون او بونتي. المهم باونتي لسه خارج للدنيا ومش فاهم اي حاجه في اي حاجه. وفي حين ما كان كريتوس بيتجه ناحيته كده، كان باونتي عمال بيسال نفسه لو كان كريتوس يبقى والده. كريتوس بيروح يمسكه وبيبدا يدعمه. فده خلى باونتي يقول مع نفسه ان هو كان معتقد اول ما يخرج من البيضه بتاعته هيلاقي نفسه مثلا في مكان مظلم ويفضل لوحده، بس هو فرحان جدا ان ابوه كريتوس وجده. ده لحد طبعا لما بيشوف ابتسامه كريتوس اللي كان عمال بيقول له ان هو شكله لطيف جدا. طبعا باونتي لما بيشوف وش كريتوس ده بيبدا يشك لو كان ده ابوه. وبعد كده بيتجه كريتوس وجنود المزارعين بتوعه للمزرعه بتاعته في تشافين دي وينتر، اللي كانوا كلهم مبسوطين جدا علشان هيدوقوا طعم التنين. فبدا هنا باونتي يدمع وبيقول مع نفسه ان اكيد كريتوس باباه مش هيسيبوهم ياكلوه. لحد ما بيسمع كريتوس اللي عمال بيقول لهم انتوا عبط، انتوا مجانين، عايزين تاكلوا التنين الصغير ده؟ طب استنوا شويه لما يكبر علشان يكفينا كلنا. فخلاص هنا باونتي اتاكد انهم كده هياكلوه، وبدا يعتقد ان دول مخلوقات شريره. لحد ما كلهم بيوصلوا للمزرعه بتاعت كريتوس في ارض تشافين دي وينتر، والكل كان بيرحب بيهم وبيبدا ديروك يروح يسلم على بنته. فلما باونتي شاف التجمع ده وحس ان الكل بيحب بعض، بيبص فوق كده في اتجاه كريتوس وهو عمال بيقول انه تقريبا ظلمهم وما طلعوش كائنات شريره زي ما كان متخيل. لحد ما بيشوف وش كريتوس القبيح والمرعب جدا، فبيسحب كلامه على طول. المهم بعد شويه بينتقل بينا المشهد في القصر بتاع كريتوس. كان باونتي قاعد كده على جنب وعمال بيرتعش من الرعب، لكنه بيقرر كده يبص له نظره خاطفه على كريتوس. فاول لما بيبص لكريتوس بيلاقي كريتوس اصلا بيبص له بنظرات مرعبه وحاده، وكمان كان شايف انفاس كريتوس، وده خلاه يعتقد ان كريتوس هيفضل يبص عليه لحد ما يكبر وبعد كده ياكلوه. لكن في الحقيقه كريتوس كان عمال بيبص له وهو عمال بيقول مع نفسه هياكله ايه، لان على حسب علم كريتوس فالتنانين بتاكل احجار سحريه، ومفيش هنا للاسف احجار سحريه. لحد ما بيجي زيفيريوس بيقاطع تفكير كريتوس وبيقول له للاسف ان هم مش عارفين يتلموا الارض. ويتلموا الارض هنا بمعنى ان هم يخططوها علشان يكون ما بين كل خط في الارض خط من الميه، لكن للاسف عشان يعملوا كده هم محتاجين تربه تكون نقيه. وموضوع التربه النقيه ده هيكون صعب لان المزرعه بتاعت كريتوس مليانه صخور حجريه كتيره جدا. كريتوس لما بيروح وبيلاقي الارض بالشكل ده كان عمال بيقول ان الايدي العامله عنده مش هتكفي، ولو استمروا على الحال ده فهينتهي مخزون الاكل اللي عندهم. وكان متضايق جدا هنا ان الدنيا مش سهله معاه. كان عمال بيتمنى انه يكون عنده خلد سحري يقدر يستدعيه علشان ياكل الصخور دي كلها. لحد ما بياخد بعد كده باله من فلوت اللي كان واضح عليها انها بتشتغل على قد ما تقدر. فلما بيشوفها كده بيقول مع نفسه ان هو هيبطل يتذمر ويفضل يشتغل لحد ما يلاقي حل، وبيحمد ربنا ان دي مشكلته الوحيده حاليا. بس لا، بياخد باله بعد كده هو وبونتي ان في اعصار ضخم جدا متجه ناحيتهم هما الاثنين. كريتوس لما بيشوف الاعصار بيقول ان هو عمره ما ينسى الاعصار ده، لانه زمان لما كان بيلعب اللعبه بشخصيه موكنجي بتاعته لسبب ما جرب ان هو يعدي ما بين الاعصار ده بشخصيه موكنجي. ما هو كان في اللعبه بقى فمش همه حاجه، وبطبيعه الحال انتهى الامر بموكنجي بيتبخر في الاعصار بسبب سرعه دوران الاعصار القويه جدا قطع موكنجي الاشلاء. المهم كريتوس بعد كده بيطلب من كل الجنود والمزارعين بتوعه ان كلهم يستخبوا وراء الصخور وجوه الجبال. في حين ما كان كلهم عمالين بيجروا بسرعه وبيهربوا من الاعصار، كان كريتوس عمال بيقول مع نفسه هو كان بيفكر بايه زمان لما كان بيخلي موكنجي ينط في الاعصار. الموضوع حرفيا مرعب لما بيجربه دلوقتي بنفسه. المهم في حين ما الكل كان عمال بيهرب من الاتجاه ده، كانت فلوت عماله بتجري في الاتجاه المعاكس. فلما شافها كريتوس ما كانش فاهم هي عماله بتعمل ايه، لحد ما بياخد بالها انها بتتجه ناحيه اشورت. وهنا ديروك لما بيشوف بنته بيكون رايح ينقذها، بس كريتوس بيعطيه باونتي وبيجري هو علشان ينقذها. في الوقت ده كان بال عمال بينادي على كريتوس بيعرفه ان الاعصار ده قوي جدا ومستحيل يقدر يعيش لو دخل فيه، وان من الاحسن يتخلى عن فكره انقاذ اشورت وفلوت. بس كريتوس كان عمال بيقول مع نفسه انه ما يقدرش يتخلى عن عمود الكهرباء بتاعه، لان لو عمود الكهرباء بتاعه اللي هو اشورت لو حصل له اي حاجه هيمد بعد كده الارض بالنيتروجين ازاي. المهم في الوقت ده كانت فلوت عماله بتحاول تكسر العمود الخشبي اللي اشورت متعلق عليه، لكنها طبعا ما بتقدرش تكسره. فبيجي كريتوس كده يدي العمود بالرجل وبيكسره، فبيقع اشورت على الارض. بتروح بعدها فلوت علشان تحاول تفك الرابطه بتاعته، بس للاسف شفرات الاعصار كانت بدات تقرب منهم وبدات تجرحهم. في الوقت ده كان اشورت عمال بيقول لهم يهربوا كلهم والا في النهايه هيموتوا، بس كريتوس ما بيسمعش كلام وبيشتل فلوت واشورت على ظهره، وبعد كده بيحاول ان هو يهرب من الاعصار. المهم في الوقت ده كان باونتي عمال بيتفرج على كريتوس وعمال بيقول مع نفسه ان مستحيل كريتوس يهرب من الاعصار ده. بس الحاجه اللي كانت مخليه مستغرب
هو ليه كريتوس بيعمل كل ده علشان ينقذهم، وبدا يعتقد ان في النهايه شكل كريتوس مش شرير. المهم في الوقت اللي كان كريتوس عمال بيهرب فيه من الاعصار، كانت للاسف شفرات الاعصار عماله بتقرب منه شيئا فشيئا، ومن قوه الضغط وسرعه الاعصار كانت بدات تجرح كريتوس في انحاء جسمه. فانتهى الحال بالمعلم ده بيقع على الارض وكان على وشك يموت، لحد ما بيقرر باونتي يتدخل ويحاول ينقذه، زي ما كريتوس بيحاول ينقذ اشورتو وفلوت، لانه خلاص دلوقتي اتاكد ان كريتوس فعلا باباه وشخص طيب. بينط باونتي بعد كده جوه الاعصار وبياخد نفس عميق من الجليد، بيوجهه بعد كده كله ناحيه الاعصار علشان يحاول يبطئه بقدر الامكان او يعكس اتجاه الشفرات. وفي الوقت اللي كان باونتي عمال بيعمل فيه كل ده، كان كريتوس بدا يفقد وعيه، لكنه كان مصدوم من اللي باونتي بيعمله. وعلى الرغم من ان باونتي بيحاول ينقذ كريتوس وبيضغط على نفسه في استخدام الرياحه الجليديه بتاعته، الا ان كريتوس كانت كلمته الاخيره قبل ما يفقد وعيه ان دلوقتي حتى بعد اللي باونتي بيعمله مستحيل ينجو بسبب ان هو مش قادر يتحرك. لكن زيفيريوس وبال وديروك بيتدخلوا كلهم في اخر لحظه علشان ينقذوهم قبل ما يموتوا. المهم في اليوم اللي بعد كده في قصر ملك الشياطين كريتوس، كان كريتوس عمال بيرتاح في غرفته من ساعه ما فقد وعيه بسبب الاعصار. فقررت سيرجي وهارتوك ان ده الوقت المناسب علشان يخلصوا على كريتوس. اتفقوا هما الاثنين ان ده الوقت المناسب انهم يخلصوا على كريتوس، وبعد كده هيتحدوا هما الاثنين علشان يخلصوا على اشورتو وبال. ولما يعملوا كل الحاجات ديت ويخلصوا عليهم كلهم، هيبداوا بعد كده يتقاتلوا هما الاثنين علشان يحددوا مين فيهم هيكون ملك الشياطين الجديد. المهم بيفتحوا غرفه كريتوس وبيتجهوا ناحيته كده وهو نايم، وبيكونوا لسه هيخلصوا على كريتوس لحد ما بيشوفوا وش كريتوس المرعب. فاعتقدوا هنا ان كريتوس طول الفتره دي كان مستنيهم وكان عارف ان هم جايين، لكنهم رغم كده بيقرروا ان هم هيخلصوا على كريتوس بسرعه برضه رغم اللي هيحصل. بس هنا بيجي بال واشورت بيسالوا سيرجي وهارتوك هم بيعملوا ايه، وبيطلب منهم بال بعد كده انهم يسيبوا كريتوس ينام في امانه الله، علشان من الواضح عليه ان هو تعب جدا بسبب الاعصار. لكن بال واشورت لما بيركزوا في وش كريتوس بيسالوا نفسهم لو ده كان وش انسان نايم، لكنهم بيتاكدوا بعد كده ان ده واحد من الاسباب ان كريتوس يبقى ملك الشياطين. المهم بال بعد كده بيقول لهم انهم لو فكروا صحوا كريتوس دلوقتي فهيخلص عليهم. هارتوك بيقرر يتجاهل بال علشان هو عارف ان طول عمر بال متخلف ويا دوب بس عنده عضلتين في جسمه بدل دماغه. اما اللي هارتوك مستغربه هو ان ليه اشورت بيساعد بال في انقاذ كريتوس اللي عمال بيذله ومخلي منه عمود كهرباء. بيرد عليه اشورت وبيعرفه ان دلوقتي كريتوس نايم وتعبان جدا علشان كان بيحاول ينقذه من الاعصار، فتقريبا كده اشورت مدين لكريتوس بحياته. لكنه بيقول لهارتوك ان في المره الجايه لما يجوا يهجموا على كريتوس فهيبقى يساعدهم ويهجموا كلهم على بال. فبيبص لهم هارتوك هما الاثنين وبيقول لهم بعد كده ان زراعه البطاطس مستحيله في ارضهم. في النهايه هينتهي الحال بالشياطين وكل جنود شافين دي وينتر ميتين من الجوع. فمن الاحسن انهم يخلصوا على كريتوس ويرجعوا يعملوا الحاجات اللي كانوا بيعملوها زمان، فهي انهم يغزوا الاراضي والقرى والمدن البشريه. يرد عليه اشورت وبيقول له ان هو عمال بيفترض افتراضات وهو ما جربش حتى يعمل كل اللي يقدر عليه. لما اشورت بيفتكر فلوت وهي عماله بتشتغل في الارض وبتعمل كل اللي تقدر عليه، بيعرف هارتوك ان هم لازم يتبعوا كريتوس لحد النهايه علشان يشوفوا هيوصلهم فين. هارتوك لما بيسمع الكلام ده بيقول على اشورت وبال متخلفين، وبعد كده بيخرج هو وسيرجي من المكان علشان هم متاكدين انهم لو واجهوا بال واشورت مستحيل يقدروا يهزموهم، علشان وقتها كريتوس هيصحى ويساعدهم وفي النهايه هيموتوا هما الاثنين. وبعد مغادرتهم مباشره كان كريتوس صحى. فاول لما اشورت بيشوف كريتوس بيبدا يعتقد ان كريتوس سمع الكلام اللي هو قاله عليه من شويه. بيقول لكريتوس انه ما يعتبروش صاحبه، هو بس بيرد له الدين بتاعه علشان انقذ حياته. لكنه بينصدم لما بيلاقي كريتوس بيقول له ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده، هو عمود الكهرباء بيعمل ايه هنا؟ مش المفروض عمود الكهرباء يكون في الارض؟ ها عمود ايه؟ وبوم يا معلم، كريتوس بيفضل يكهرب في اشورت طول النهار. ولما بيغمى على اشورت كريتوس بيطلب من بال انه يشيله، وبيتجهوا هما الاثنين بعد كده علشان يبداوا ينظفوا الارض من الصخور. فبيقوم بال معرف كريتوس ان المفروض زيفيريوس دلوقتي بيكون عمال بينظف الارض من الصخور والحجاره. وبالفعل لما بيوصل كريتوس للارض بتاعته بيلاقي هناك زيفيريوس مجمع كل الجنود والمزارعين علشان ينظفوا الارض من الصخور والاحجار. وهنا كريتوس بيسال زيفيريوس بعد ما بيجمع الاحجار والصخور بيوديها فين. بيقوم زيفيريوس مشاور له هناك كده ناحيه بانتي اللي كان عمال بيجمع الصخور في بقه وبياكلها. وبانتي كان عمال بيقول مع نفسه ان هو لازم ياكل اي حاجه عشان يكبر بسرعه، لانه محتاج يساعد كريتوس بقدر الامكان. وفي اثناء تفكيره ده بياخد باله من كريتوس اللي عمال بينده عليه. وكان من الواضح جدا ان بانتي اعتدى على وش كريتوس القبيح. المهم كريتوس كان بيقول دلوقتي ان الحاجه الوحيده اللي هتخليه يراقب الطقس والمناخ هو باونتي، لانه حاليا ما عندوش اي وسيله تخليه ان هو يعرف النشره الجويه، سواء بقى الدنيا هتمطر او ممكن يحصل اعصار تاني، فهو مضطر يعتمد على باونتي حاليا. المهم زيفيريوس بينده على كريتوس وبيعرفه ان المخزون بتاعهم من الاكل قرب يخلص، فهم محتاجين دلوقتي يبداوا يزرعوا في البطاطس حالا. هنا كريتوس بدا يحمل هم ان البطاطس ما اتقطعتش ولازما يشوف حل للموضوع ده. ينتقل بين المشهد بعد كده عند سيرجي في غرفتها. كانت هناك عماله بتشيل الدروع بتاعتها علشان تستريح شويه وتقدر انها تشم شويه هواء نقي بعد ريحه الروث اللي كانت كل شويه عماله بتشمها. لكن في حين ما كانت عماله بتفكر مع نفسها كده فجاه بتسمع صوت كريتوس اللي كان عمال بيستاذنها يدخل غرفتها علشان عايز يتكلم معاها في موضوع مهم. طبعا هي متعصبه منه وعلى اخرها، علشان كده بتصرخ فيه وبتعرفه انها مش هتسمح له يدخل غرفتها
ومستحيل تفتح له الباب اساسا. بس هي بتتفاجئ اول ما بتبص وراها بتلاقي المعلم ده عمل الجليتش بتاع الهدوم مره تانية وبيقدر ان هو يدخل، في حين ما هي كانت مصدومه وبتساله ازاي يدخل غرفه بنت كده من غير ما يستاذنها، الا وفجاه بتلاقي كريتوس بينزل على الارض. هنا هي بتستغرب كده وبتساله هو بيعمل ايه، يقوم هو معرفها ان هو للاسف ما يقدرش يعمل اي حاجه من غيرها. الكلام ده كان خلاها بعد ما كانت متوتره شويه بدات تحرج منه، لانها بدات تعتقد ان ده نوع من انواع الاعتراف بالحب. لكن للاسف يعني كان كريتوس عمال بيقول مع نفسه ان هو محتاج حد يقطع البطاطس. المهم سيرجي بعد ما اعتقدت ان كريتوس بيحبها بتقول له انها تديه فرصه على الاقل وتسمع هو عايز منها ايه، فبياخدها كريتوس عند مخزن البطاطس وهناك بيفهمها ان هم محتاجين يقطعوا البطاطس عشان يزرعوها. سيرجي بدات تقول مع نفسها انه في الاخر طلع عايزني اقطع له البطاطس. من كتر صدمتها واعتقادها انه كان بيحبها وبيعترف لها بحبه كانت متعصبه جدا منه. المهم في حين ما هي كانت متعصبه كده كريتوس بعد كده بيبدا يشرح لها ان البطاطسايه ما ينفعش يزرعها وهي مليانه براعم كتير، لانه كده مش هيستفاد من البطاطسايه اقصى استفاده، ده غير كده كمان البطاطسايه مش هتنمو بشكل كويس، فعلشان كده لازم يقطعوا البطاطسايه لو كان عدد البراعم اللي فيها كتير. المهم كريتوس بيمسك البطاطس وبيقول لها تستعد علشان هيرميها لها وتقطعها، بس سيرجي ما كانتش وافقت اساسا وكانت متعصبه منه. رغم كده كريتوس بيرمي البطاطس ناحيه سيرجي اللي كانت بتستعد علشان تستخدم الهجوم القاطع بتاعها، وبتبدا تقطع البطاطس في لمح البصر. وهنا كريتوس لما بدا يركز في البطاطس اللي عماله بتتقطع لقى ان سيرجي بتقطعهم كويس جدا، ما بتقطعش البراعم كمان. لما راح يتفحص البطاطس اللي مرميه على الارض بعد ما اتقطعت يبص لسيرجي كده وبيقول لها ان هو ما كانش متوقع انها تكون بالبراعه دي، فعلشان كده بيعرفها ان هو بجد محتاجها. هي بتسمع كلمه محتاجها والكلام ده بتبدا تاني تحن وتقع في دباديبه، بس اول لما بتفتكر انه كده بيتلاعب بيها بتقول له لا انا مش سهله هخلص عليك. لحد ما كريتوس بيقف فجاه قدامها وبيرعبها، اعتقدت ان هو دلوقتي هيهجم عليها لما اتعصبت عليه، لكن في الحقيقه كريتوس بيقرب منها اكتر، بيمسك ايديها كده في حين ما هي كانت محروجه، وبعد كده بيبدا يمسح سيوفها شيئا فشيئا بالقماشه بتاعته. سيرجي ما كانتش فاهمه هو بيعمل كده ليه، ولما بتركز في كريتوس كده بتلاقي ان هو عمال بيمسح سيوف السيف بتاعها بكل اخلاص، لكن في الحقيقه كريتوس كان عمال بيقول مع نفسه ان هو لازم يمسح اي حاجه كانت بتقطع البطاطس علشان لو كان في بطاطسايه مسممه او بايظه السائل بتاع البطاطسايه البايظه ما يعديش بقيه البطاطسات، علشان كده هو عمال بيمسح السيوف بتاعت سيرجي. المهم كريتوس بعد كده بيعرفها انها تساعده علشان هي الوحيده اللي عنده، هو كان قصده انها الوحيده اللي تقدر تقطع له البطاطس، بس هي فهمت انها الوحيده اللي بيحبها، علشان كده بتقول له وهي محرجه انها هتساعده وامرها لله. بيتحمس كريتوس وبيجيب بطاطس وبيفضلوا يقطعوها هما الاثنين، ده في الوقت اللي هارتوك كان عمال بيتفرج عليهم من بعيد، عمال بيقول ايه القرف ده، الاثنين دول عمالين بيفرحوا وبيلعبوا بالبطاطس. خلى هارتوك متضايق جدا لانه ما كانش متوقع ان كريتوس يقدر يسيطر على سيرجي بالسهوله دي، ده بعد ما قال لها بس ان هو محتاجها. المهم بينتهي بينا المشهد بعد كده عند اشورد اللي كالعاده متعلق على عمود خشبي ومرمي في الصحراء في عز الحر، كان عمال بيفكر مجددا عن معنى الحياه، لحد ما بتيجي فلوت وبتقول له انت مش انت وانت جعان، وبتبدا ترمي له بطاطس لكنها كالعاده ما بتعرفش انها تجيبها في بقه، فبيتعصب منها وبيقول لها ان هو يخلص عليها زي كل مره. ده برضه في الوقت اللي كان هارتوك عمال بيراقبهم من بعيد، وهو عمال بيقول مع نفسه ان من ساعه ما كريتوس بدا يصعق اشورت بالكهرباء تقريبا كده اشورت فقد عقله. يبص بعد كده جنبه وبياخد باله من بال اللي كان جايب البطاطس مع كريتوس وسيفيريوس علشان يبداوا يزرعوها. هارتوك زهق منهم كلهم، مش فارق معاه بال او اشورت لانهم متخلفين اساسا والاتنين هبل، لكن اللي مستغربه هو ان سيرجي المعروفه بانها بتحب القتالات دلوقتي بقت محرجه ووشها بقى لونه احمر علشان بس كريتوس قال لها ان هو محتاجها، ده غير كمان الشياطين المتخلفين اللي مبسوطين جدا علشان هيزرعوا بطاطس. علشان كده هارتوك مضطر هنا انه يتولى كل حاجه بنفسه، يخلص عليهم كلهم، وبعد كده هيكون هو ملك الشياطين. اول ما يكون هو ملك الشياطين هيسيطر على العالم البشري، وبعد ما يسيطر على العالم البشري هيسيطر على الجحيم. المهم بيقطع تفكير كريتوس اللي بيبدا ينده على كل المزارعين والجنود عشان يعرفهم ان هم لما يبداوا زراعه البطاطس يكون في بطاطس فيها براعم اكتر من بطاطس معينه، في بطاطسيه مثلا ممكن يكون فيها 6 براعم او في بطاطسيه ممكن يكون فيها 4 براعم. علشان كده هو بيسالهم من وجهه نظرهم ايه الاحسن، ان البطاطسيه يكون فيها براعم اكتر او اقل، فبيبداوا الشياطين يقولوا لكريتوس ان طبعا العدد الاكتر هو الاحسن، من وجهه نظرهم براعم اكتر يعني بطاطس اكتر، لكن كريتوس بيصحح لهم معلوماتهم وبيعرفهم ان العدد الاقل من البراعم هو الاحسن. فلما 2 من الشياطين جنب هارتوك سمعوا الكلام ده يقولوا ان كريتوس شكله ما بيفهمش، وان من الواضح ان العدد الاكتر هو الاحسن، علشان عدد اكتر يبقى بطاطس اكتر. والكلام ده كان عصب هارتوك، كان متعصب لان الشياطين متخلفين وان للاسف كريتوس معاه حق، علشان كده بيندى على الشيطانين دول بيفهمهم ان لو كانت البراعم كتيره في البطاطسايه كل برعم من دول هيحتاج ميه اكتر وتغذيه اكتر، وكده هيكون في برعم ممكن يتغذى اكتر من البرعم التاني، فبالتالي هتتشوه البطاطسايه ومش هتكبر بالتساوي. كريتوس طبعا بيسمع الكلام ده وبيلاقي ان هارتوك معاه حق في كل كلمه قالها، علشان كده بيسال هارتوك هو عارف المعلومات دي ازاي. يرد عليه هارتوك وبيبدا يقول لكريتوس ان مش محتاج تكون اتعلمت الزراعه علشان تفهم الموضوع، بكل بساطه لو كان عدد البراعم في البطاطسايه كتير فاكيد كل برعم من البطاطسايه مش هياخد
ياخد نفس الغذاء اللي البرعم التاني اخده. لما كريتوس بيلاقي ان برضه هارتوك معاه حق يرجع يساله كم عدد البراعم المناسب لكل بطاطسايه. هنا بقى هيبدا هارتوك يشرح كل حاجه. يعرف كريتوس ان بكل بساطه هو محتاج بس برعمين في كل بطاطسايه، لان من الزاويه الاستهلاكيه للبراعم والغذاء قد يعتقد البعض من المزارعين ان برعم واحد في البطاطسايه هيكون مناسب جدا علشان ياخد هو الكميه كلها من الغذاء، فبالتالي ينتج بطاطسايه كامله. بس لو افترضنا ان البرعم ده حصل له حاجه كده البطاطسايه كلها هتموت، من الاحسن يكون لكل بطاطسايه برعمين، في حال لو واحد مات يفضل التاني ويسحب هو كل الغذاء، وفي حال لو هما الاتنين عاشوا هيكون عندهم بطاطسيتين بدل بطاطسايه، ده علشان يحافظ على الجذور بقدر الامكان. يفهمهم بعد كده هارتوك ان الارض بقت فيها سماد ومليانه نيتروجين وتم تنظيفها من الحجاره والصخور. الارض من الاخر بقت مناسبه للزراعه، وده معناه ان هم لما يبداوا في زراعه البطاطس هيبدا يظهر الاعشاب الضاره، والاعشاب الضاره ديت لازم يشيلوها والا هتاخد هي كل الغذاء اللي البطاطس المفروض هو اللي ياخده. طبعا هو عمال بيشرح كده هارتوك وزيفيريوس والسيرجي كلهم كانوا مصدومين من المعلومات اللي هو قالها. حتى كريتوس ما كانش متخيل ان يكون في حد في العالم ده بيفهم في الزراعه ومنطقي للدرجه دي، علشان كده بينده على كل الشياطين وبيأمرهم انهم يفضلوا يطبلوا حالا لهارتوك من اليوم ورايح. هارتوك عبقري. هارتوك بيسمع الكلام ده وبيفضل يقول مع نفسه من وانا عيل صغير امي عمرها ما كانت فخوره بيا، عمر ما حد قال عليا عبقري او بفهم في حاجه، علشان كده بدأ يعيط اول مره يلاقي التقدير اللي عمره ما شافه. المهم كريتوس بيقطع اللحظه بتاعته ديت وبيروح كده عشان يقول له ان من اليوم ورايح هيكون هو الحكيم العبقري وعقل الشياطين، وكمان قرر يعين هارتوك قائد الفرقه الزراعيه الاولى. فهنا هارتوك بيقول مع نفسه انك انت عايز تخليني انا واحد من جنرالات ملك الشياطين الاربعه قائد الفريق الاول للزراعه؟ انا موجود هنا علشان اقتل، اسرق، انهب، اكل مال اليتيم، انما ازرع لا 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 لا. لكن فجاه بيسمع صوت كريتوس اللي بيقطع تفكيره ده تماما، لان كريتوس بدا ينده على الشياطين وبيأمرهم انهم حالا يحيوا هارتوك قائد الفرقه الزراعيه الاولى. فلما هارتوك بيسمع الكلام ده وان الكل عمال بيحييه بيقول لكريتوس ان هو خلاص موافق يكون قائد الفرقه الزراعيه الاولى. فهنا بيظهر النظام وبيعرف كريتوس ان هو فاز بالجنرالات الاربعه في صفه. انا كريتوس بيقول ثانيه واحده انا عملت كده؟ النظام بيعرف كريتوس ان هو لما انقذ حياه بال حس ان هو وجد الشخص المناسب علشان يتبعه، فعلشان كده بال بقى وافي جدا لكريتوس. اما بالنسبه لاشورت فهو حصل لاول مره في حياته على صديق، وده خلى اشورت اقل عدوانيه واعطاه بصيص من الامل في الحياه. فهنا كريتوس مش فاهم مين هو صديق اشورت لانه ما صاحبش اشورت، لكن النظام كان قصده على فلوت. المهم بيكمل النظام وبيعرف كريتوس ان هو خلى سيرجي لاول مره في حياتها تحس بحاجه عمرها ما حست بيها قبل كده، وهو الحب. عمرها ما حبت او اتحبت. فهنا كريتوس بيبص للنظام كده وبيقول له تمام ماشي انا مالي. اما بالنسبه لهارتوك فهو حاسس دلوقتي بالفخر اللي عمره ما حس بيه في حياته. فهنا كريتوس كده بيبص للنظام وبيقول له تمام ماشي انا عملت ايه؟ فعلشان كده النظام بيعطي لكريتوس 200 نقطه اتش بي، وكمان بيعطي لكريتوس مهاره جديده. المهاره دي اسمها مهاره عين الدم. بس لحظه، كريتوس ما شافش المهاره دي قبل كده، ان لما كان بيلعب زمان بشخصيه موكينجي ملك الشياطين كريتوس ما كانش عنده القدره دي. كمل النظام كلام وبيفهم كريتوس ان القدره دي بتقدر تخليه يشوف مستقبل اي حاجه يراقبها ويعرف ايه اللي هيحصل للحاجه دي بعد 6 ساعات. يفضل يفكر مع نفسه شويه وبيقول ان المهاره ديت ممكن تفيده، لحد ما النظام بيقول له انه يقدر يستخدم المهاره ديت على اي حاجه حتى لو كان هيستخدمها على السماء. ده بالظبط الحاجه اللي كريتوس كان بيدور عليها حاليا علشان يكتشف المناخ ويعرف اخبار الجو. وبس يا معلم، وصلنا لنهايه الفيديو من حكايه كريتوس ملك الشياطين. بما انك وصلت لحد هنا فده معناه ان اكيد الفيديو ده عجبك، فعلشان كده ما تنساش تشترك وتسيب لايك وتفعل زر الجرس. اشوفكم في فيديو جديد، في امان الله.